تخيل معايا كده يا صديقي، ولا اقول لك مش هنتكلم كتير، حكاية جامدة من الاخر، استدعاء وحوش ونظام وقوة سحرية وكل اللي قلبك يحبه يا صديقي. بس الاول عايزين نغرق التعليقات بذكر الله والصلاة على النبي، وتحدي نوصل الفيديو ده ل6000 لايك علشان نكمل الحكاية للاخر ان شاء الله. والان هيا لنبدأ في سرد احداث الحكاية. بتبدأ قصتنا مع بطلنا لينج، واللي في يوم إيقاظ الوحدات واللي هي القوة بيبقى فيه طلبة متوقعين منه يصحي مستوى عالي جدا، وطلبة تانيين بيتريقوا عليه وشايفين انه مش علشان شاطر في الدراسة يبقى ده معناه انه هيبقى جامد، وان عمره ما هيصحي وحدة جامدة، واللي بيتنمروا عليه عيال عائلات النخبة وعلى عيلته وان هو فقير، واللي علشان يصحوا الوحدات بتاعتهم دي بيطلع كل واحد منهم كده على مسبح علشان يعرفوا هم هيبقوا اسياد مبتدئين في انهي وحده بالظبط، وبعدها بيشاركوا في تقييم مدته 10 ايام، واللي بيبقوا اسياد وده علشان يكونوا اسياد بشكل رسمي. هنا بقى بيطلع المعلم لينج على المسبح ده اول واحد كده، واللي بيصحي وحده جندي هيكل عظمي، واللي بيكون من المستوى الاول، وديت تعتبر وحده او مهنه نادره جدا بس برضك مش مميزه على الرغم من ندرتها، وان نسبه ان هي تجيلك 1 من المليون، وتعتبر اضعف وحده عسكريه في العالم. هنا بقى بيبدا الطلبه النخبه كده يتنمروا عليه، بس المعلم لينج بيشرح لنا ان الوحدات دي بتنقسم لمستويات، واول 3 هم الاضعف واكتر اللي موجودين ما بين الناس، اما بقى الرابع والخامس والسادس فدول نادرين، والسابع والثامن والتاسع فدول وحدات النخبه، وغالبا كده اللوردات المبتدئين بيبداوا بمستويات قليله، ويمكن احسن حاجه ممكن يوصلوا لها هي المستوى الثالث، ولو حد قدر يصحي وحده من المستوى الرابع او الخامس كده من الاول فده يعتبر عبقري، والسادس برضك يعتبر عبقري، بس بيفرق طبعا كمان عن باقي العباقرة. واما الجنود الهيكليين اللي زي بتوعه كده فيعتبروا اضعف حاجة في المستوى الاول، واسوأ حتى من المخلوق الهلامي. بعد كده بقى بيبدأ باقي الطلبة يشوفوا كل واحد الوحدة اللي هتطلع له ايه بالظبط، واللي بيقولوا ان هي في اسوأ الاحوال اكيد مش هتبقى اسوأ من لينج. هنا بقى بيجي الدور كده على طالب اسمه وانج، وده بيصحي وحده من المستوى الخامس، واللي بيفضل الطلبه كده يطبلوا له والبنات تتلزق فيه، وبيقول لهم وانج ان هم كانوا بيتلزقوا في لينج الاول يعني يقدروا يروحوا له، ولكن بيقول البنات ان لينج خلاص اتحكم عليه بالفشل من خط البدايه، واللي هنا بيتنمروا عليه بعد ما كانوا هيموتوا عليه. فبيسمع المعلم لينج كلامهم ده ولكن ولا بيهتم. المعلم بيقول في باله كده انه هيستنى يشوفهم بيضحكوا كده وقت التقييم، وخصوصا ان الوحدة اللي استدعاها دي مش بس هياكل عظمية زي ما هم فاكرين، وبنعرف كده ان المعلم لينج ده دخل جوه نظام من مستوى اعلى منهم كلهم، واللي بيخليه قادر كده يستدعي اي وحدة من الموتى الاحياء، وبيتخيل لينج اللي ممكن يعمله بموهبة زي دي، وانه يقدر يستدعي عدد غير محدود من الهياكل العظمية، ومع ان الجندي الهيكلي لوحده ضعيف بس لما يستدعي منها اعداد توصل لملايين فالوضع ساعتها هيبقى مختلف، واللي وقتها مفيش اي وحدة مش هيقدر عليها. هنا بقى بيحس المدير بالاسف على لينج، وده علشان ما يعرفش اللي فيها ولا يعرف ايه اللي مستنيه، بس بيزعل عليه خصوصا انه كان طالب مجتهد. بعد كده بقى بتروح تشيان، وديت اجمل بنت في المدرسة، بتروح للينج علشان تواسيه وتطبطب عليه، باين عليها كده بنت بيضة من جوه، ولكن هنا المعلم وانج بيوقفها وبيقول لها لينج ده بقى فاشل، وان الاحسن ان هي تخليها معاه هو، وان هو مستقبله واضح. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم لينج راح يودع عمته كده قبل التقييم، واللي هيبقى مدته 10 ايام، وبتقول له ان هي سمعت اللي حصل، وان هو حتى لو معداش اختبار المبتدئين فده مش مشكلة، وان هي دايما هتفضل جنبه. وبيحكي لنا المعلم لينج بقى ان هي مش عمته بجد ولا حتى قريبته، وان هي كانت صديقة قريبة جدا لامه، واللي بعد ما ابوه وامه ماتوا في حادثة كل قرايبه اتخلوا عنه، الكل شافوه عبء عليهم، محدش ساعتها اهتم بيه غير عمته دي، مع ان دخلها كان قليل وكانت شغالة نادلة، ومع ان العمة دي كانت سيدة نبيلة كانت
كانت مكانتها عالية، ولكن في حد لفق لها تهمة واللي اضطرت تسيب عالم الملك، وكمان اتصابت بإعاقة في رجلها واللي بيجيب لها ألم لا يطاق وقت كل قمر مكتمل. وعلشان تخف فلازم تدخل مكان عميق في عالم الملك، لازم يلاقوا كنز هناك واللي بيكون عبارة عن قلب الملك. بنرجع تاني بقى ولينج بيطمن العمة وبيوعدها انه هيعدي من التقييم، فبتفكروا العمة ان اهم حاجة هي سلامته وبس. فالمعلم بيقول لها ما تقلقيش بقى. بعد كده بقى بيروح يدخل من البوابة دي واللي بتودي لعالم الملك. بيدخل المعلم لينج كده لجزيرة وبيعرفنا ان كل طالب بيدخل على جزيرة زيه وانه لازم يغزوها علشان يعدي. المعلم بقى بيبدأ يبني في الجزيرة دي علشان تكون ملكه، واللي بيعمل بالفعل كده اول مكان وبيسميه ارض الموتى. بيبدأ المعلم لينج يجمع الموارد علشان يقدر يستدعي هياكل اكتر واكتر، واللي كل عملة بتساوي هيكل واحد. المعلم بيقدر يوصل كده ل1000 هيكل عظمي. هنا بقى بيبقى لينج مطمن وان اكيد حاله دلوقتي احسن من معظم العباقرة، لان كل العباقرة اللي في عالم الملك محدش فيهم يقدر يستدعي 1000 وحدة كده زيه، وحتى بردك لو قدروا فمش هيقدروا يوفروا لهم الاكل، على عكس الجنود الهياكل دولة واللي مش بيحتاجوا ياكلوا اساسا. بعد كده بقى بيأمر لينج الهياكل دي يبدأوا في غزو الجزيرة، واللي بيقابلوا اول حاجة كده الوحوش الهلامية، واللي على الرغم من انها اقوى من الهياكل دي بس بسبب اعداد الهياكل الكبيرة بيقدروا يخلصوا عليهم وبيجمعوا الغنائم. بعد كده بقى بيأمرهم لينج يكملوا بحث في الجزيرة. هنا بقى بيلاقي الهياكل دول منجم ذهب، فبيأمرهم لينج يجمعوه ويشوفوا احجار كريمة غيره، واللي بيبدأ يجمعوا كده كل الموارد اللي يقدروا عليها، وده علشان المعلم يحولها لعملات ويستدعي جنود اكتر من كده. شكله كده عايز يعمل جيش. بس هنا بيظهر مجموعة من الوحوش قدامهم فمش بيضيع الهياكل وقت وبيخلصوا عليهم لحد ما بيظهر كده الكبير بتاعهم ده، واللي بيضربوا الهياكل كلها كده في وقت واحد لحد ما بيقدروا يخلصوا عليه. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم وانج شغال بايده واسنانه هو والوحدات بتاعته. المعلم متأكد انه هيقدر يخلص الجزيرة الابتدائية قبل اي حد، الولا واثق جدا من قدراته. بس بيجي للاعبين اشعار في الوقت ده وان لينج خلص الجزيرة في 3 ساعات وربع وكمان وصل للمركز الاول. هنا بقى مش بيصدق بقية اللاعبين حتى لما بيشوفوا نفس الاشعار، واللي بيسألوا نفسهم هو ده لينج نفسه اللي معانا في المدرسة؟ وبيقول واحد من النخبة كده اسمه يانج ان هو حتى لسه يا دوبك لقى منطقة الزعيم، يبقى ازاي لينج ده بقى وصل بالسرعة دي؟ وبيقول وانج ده اكيد مش هو، وان لوحة النقاط بتعرض اسامي الفائزين بس وهيشوفوا الكلام ده بعد المسابقة. فبيقتنع الكل بالنظرية دي وانه اكيد تشابه اسماء بس، ومش بيصدقوا ان فاشل زيه ويبقى طلع في مركز اساس. ولكن الوحيدة اللي بتبقى مصدقة ان هو لينج بتبقى تشيان، واللي بتفكر كده تبعت له رسالة تسأله، ولكن برضك بتخاف ان هو لو مش هو الرسالة تضايقه، فبتقرر كده تتجاهل الموضوع. بس بقية الطلبة كده بيهتموا، واللي بيطلع واحد منهم الموبايل وبيقول لك طب ما نسأل كده في جروب الدفعة عادي يا جدعان اصل هو مختفي، واللي الكل بيتصل على لينج واللي بيبعت له رسالة يسأله. ولكن بيقرر لينج يتجاهل الاشعارات دي كلها، وده من كترها الموبايل بيهنج خالص يا جدعان، واللي بيقول ان هو هيسيبهم كده عايشين في مية المخلل، يلا خليهم يموتوا. المعلم بيقعد هو بقى يشوف كده المكافآت اللي خدها، وده من مكسب اول جولة، واي حاجة تانية دلوقتي ممكن تستنى. واللي بتبقى المكافأة دي عبارة عن 10,000 مورد اساسي واللي ممكن يبدلهم بعملات. يعني المعلم كده هيبقى قادر على انتاج 10,000 جندي، واللي يقدر بيها يحل مشكلة انه خسر 1000 جندي علشان يعدي الدور الاول. بس المعلم بيقولك ان مفيش داعي يعمل كل ده على الاقل دلوقتي وممكن يستنى. بعد كده بقى بيروح ياخد بصة كده على المكافآت التانية، واللي بيجيله صندوق وبيطلع ان فيه وحدة من المستوى الخامس واللي عبارة كده عن ساحر اللهب. فالمعلم لينج بيفرح لما بيشوفه علشان بيبقى عارف قيمته كويس، ولكن المشكلة الوحيدة بس ان هو بشري وهو بيتعامل مع الموتى الاحياء، فبيستعمل قوته علشان يحوله لساحر من الموتى الأحياء. واللي بيبقى لينج معجب بقدراته جدا، وده خصوصا ان هو اقوى من الجنود الهياكل، اقوى منهم بكتير والضرر بتاعه اقل بكتير. بس لسوء الحظ نقاط الصحة بتاعته قليلة ويعتبر هش ما بين وحوش المستوى الخامس التانية. بس ده برضك مش مهم بالنسبة له علشان في وجود وحدة زي الساحر فمش هيفرق معاه حتى لو استعمل الجنود الهيكلية دول كدروع بشرية. بعد كده بقى بيبص لينج
لينج على بقية الوحوش اللي ممكن يستدعيها واللي طبعا من المكافآت، وبيبقى في اختيارات كتير يختار منها، ولكن المعلم بيقرر يختار بطل من فئة الموتى الأحياء، وده علشان قيادة القوات. مش بقول لكم المعلم بيعمل جيش، واللي بالفعل كده بيختار البطل ده وبيستدعي النظام علشانه، وعلى عكس ما كان متوقع بيطلع البطل بنت واللي حلوة جدا واسمها باربرا، وكمان احصائيات القوة اللي عندها احسن بكتير من معظم الابطال اللي معاه، فالمعلم هنا بيحس بامان ان هي معاه. بعد كده بيفتح لينج صندوق كمان من صناديق المكافآت، واللي بيطلع صندوق معدات وفيه اسلحة، وبيشرح لنا لينج ان في نوعين من المعدات في عالمهم ده، بتنقسم لمعدات الوحدة ومعدات البطل، واللي ممكن يزود الوحدات بمعدات الوحدة، يعني الهياكل بتاعته دي تقدر تتزود بالمعدات اللي كسبها، ودوت طول ما القالب الاساسي موجود، بغض النظر بقى عن العدد. وكمان نقاط الصحة اللي عندهم زادت بشكل ملحوظ، يعني كده الهياكل مش هتتكسر من اقل لمسة زي الاول. واللي فوق كل ده المعلم لينج بقى عنده كده عدد كبير جدا من الهياكل العظمية، والقوة القتالية الاجمالية بتاعتهم كبيرة جدا. واما بقى معدات البطل دي فاللي بتبقى ملك للسيد نفسه، بس ممكن كمان الابطال بتوعه يستخدموها، بس بيبقى المعلم لينج شايف كده انه مش هيحتاج يقاتل بنفسه غير في الظروف الصعبة جدا، وبما ان كده باربرا دي ساحرة فيقدر يديها العصابة اللي كسبها في المكافآت، واللي هتقدر هي تستفاد منها. فبتفرح المعلمة باربرا جدا وبتسأله لو متأكد انه عايز يديها معدات كويسة جدا، فبيقول لها لينج ان هو متأكد من قدراتها وولائها، ومتأكد كمان انه عايزها تحتفظ بيها. بعد كده بقى بيروح المعلم لينج للمستوى اللي بعده في الاختبار، واللي بيبدأ كده يبني مسبح هناك، وده علشان يخرج منه اعداد تانية من الهياكل وقت ما يحتاجهم. المعلم بيقولك انه محتاج برضك ينتج وحدة من المستوى الخامس الجديدة، وديت علشان وحدة الساحر، واللي بالفعل بيبدأ المعلم لينج كده يبني مسبح الساحر ده، واللي بيلاحظ انه بياخد عملات 200 ضعف المسبح العادي، ولكن ولا بيهتم. بيقول لنفسه ان هي في النهاية مسبح من المستوى الخامس، يعني تستاهل السعر ده، وان حتى لو الموضوع ده مكلف عليه فمن الاحسن يبدأ فيه من دلوقتي. هنا بقى بيستدعي لينج كده اول ساحر ليه، واللي بيقول لينج لباربرا ان من النهارده ورايح وحدات الساحر دي هتبقى تحت قيادتها. فالمعلمة باربرا بتفرح جدا، بس بيقول لها لينج انه الاول كده لازم تعمل مهمة مع الهياكل والصحراء، وان هي تجمع الموارد اللي موجودة على الجزيرة الاصلية، لازم يجيبوهم كلهم ليه. وبيقعد المعلم لينج مرتاح وسايب جنوده بقى شغالين، وبيفكر في اللي هيعمله بعد ما خلص الجزيرة الابتدائية دي. ودلوقتي في الجزيرة الاصلية، ولما بيبص في قائمة الاسماء بتاعة التقييم بيلاقي ان اسمه الوحيد اللي متصدر القائمة، وده علشان هو الوحيد اللي قدر يخلص الجزيرة الابتدائية، محدش عمل كده غيره لحد دلوقتي. وان هو لازم يسرع في قتل الوحوش وتجميع الموارد اللي على الجزيرة، ما ينفعش يضيع وقت. اما بقى الخطوة اللي جاية فاللي بتبقى كده ان لينج ينتقل لمنطقة البر الرئيسي، والمنطقة ديت بتبقى على عكس جزيرة السماء الأولية، واللي بينزل فيها كده كل واحد، وبتبقى ملكة جزيرة البر بتبقى مواردها أكتر وأغنى، واللي هيبقى فيها أسياد كتير جداد لسه مسجلين دخول. هنا بقى بيفكر لينج في زمايله في المدرسة واللي كانوا دايما بيبصوله باحتقار، ويا ترى حالهم ايه دلوقتي لما شافوا اسمه في القمة، ويا ترى هتبقى ايه رد فعلهم لما يشوفوه. هنا بقى بيقاطع أفكار لينج دي صوت النظام، واللي بيقوله إن عملية التنقيب عن الذهب تمت والبيانات اتسجلت، وكمان جمع الخشب وعملية استخراج الحديد خلصت، واتباعه جمعوا كمان خضار وفاكهة. فبيبص لينج على اتباعه كده علشان يشوف ان هم عاملين احسن شغل، والمعلمة باربرا مش سايبة اي حد يتكاسل ثانية، واللي ماسكة فيهم كلهم وبتهدد ان اللي هيقعد ثانية واحدة بس هطلع عينه. وبيبقى المعلم لينج قاعد كده مريح دماغه ولا كأنه في مصيف، وبيقول ان مع وجود الوحدات الكتير دي فدوت مفيد جدا ليه، وان هو مش محتاج يعمل حاجة. وزمان اللوردات الجداد دلوقتي بيعانوا يا عيني علشان يحاربوا الوحوش ويجمعوا الموارد، وان هو قاعد كده ولا على باله، واتباعه اللي بيعملوا كل الشغل. بعد كده بقى بنشوف كمان ان الهياكل العظمية دي بدأوا يزرعوا الاراضي ويعمروا الجزيرة، واللي جمعوا كده عدد كبير من البذور، واللي اول لما البذور ديت هتنضج هيقدر لينج يحولها كده لعملات نقدية ويقدر يستفاد منها في حاجات تانية. بعد كده بقى بيجي اشعار من النظام باسامي اللاعبين
اللي بقوا متصدرين القائمة، وده بعد ما أعداد تانية غير لينج قدروا يعدوا المستويات الأولى. بس طبعا بردك المعلم لينج لسه في الأول ومحدش حتى قريب منه في النقاط. بعد كده بقى بتروح باربرا في الوقت ده تقول للينج إن هم جاهزين دلوقتي يتحركوا لمكان تاني، وإن هم قدروا بنجاح يستغلوا كل موارد الجزيرة دي، وبقى عنده 3000 جندي من الهياكل العظمية وكمان 200 من السحرة الأموات. فالمعلم لينج بيحس كده إن الكمية مقبولة، خصوصا كده إن اللوردات الجداد غالبا كده في المرحلة دي بيبقى عندهم 20 من نوع واحد، وده بالكتير قوي، وأكيد اللي معاه كفاية علشان يتحرك لوجهتهم اللي جاية. بعد كده بقى بينطلق لينج وباربرا على الوجهة دي واللي بتكون ناحية البر الرئيسي. المعلم بيطير بالجزيرة بتاعته واللي بيلاحظ وجود جزر تانية كده بتتحرك معاهم، وبيحس إنه ضيع وقت أكتر من اللازم وهو بينهب موارد الجزيرة. وكمان في شخص وصل للبر الرئيسي من قبله. بيوصل المعلم لينج أخيرا وبيهبط بالجزيرة بتاعته. المعلم كده بيفعل درع المنطقة، وده بيبقى درع بيتزود بيه كل لاعب جديد علشان يحمي المنطقة بتاعة نفوذه، واللي بيقدر يحمي الأراضي بشكل منيع لمدة 24 ساعة، بيحميها من أي هجمات خارجية. واللي بكده بقى المعلم لينج بيبقى خد كل احتياطاته الوقائية ويقدر يروح يستكشف الجزيرة بأمان. بعد كده بقى بينزل المعلم لينج على الجزيرة دي ومعاه خريطة، واللي بيتحرك كده ناحية أول زنزانة، واللي بيعرفوا النظام إنه لو عدى من الأبراج المحصنة دي فهيتكافئ مكافآت حلوة جدا. واللي بيشوف مجموعة من الطلبة كده لينج وهو رايح ناحية الزنزانة دي، واللي بيقولوا له دي بتاعة وانج وإن هو اللي حاجزها الأول، لازم يمشي من هنا وده لو عايز يفضل عايش. واللي بيتجمعوا كده الطلبة أكتر واللي بيفضلوا يهددوا لينج، وطبعا بيطبلوا لوانج وبيقولوا له يا ابني ده من الجيل التاني، ده غني جدا وإن هو مش شخص تحب تضايقه يعني. ولكن ولا بيهتم لينج بكلامهم ده، واللي بيفضل يفكر كده في إن وانج دخل الزنزانة قبله، وبيحس إن هو بطيء ومحتاج يسرع الأمور شوية أكتر من كده، وده علشان إنه يخلص الزنزانة الأول ويخلص الجزيرة يعتبروا نفس الشيء، واللي يخلص الأول هياخد هو كل المكافآت الحلوة. هنا بقى بتقول واحدة من اللي موجودين للينج مش انت الواد ابو هياكل عظمية؟ وصلت لهنا ازاي اساسا؟ وبتقف بنت تانية كده واللي بتهزقوا معاها، ولكن باربرا بتظهر كده وهي متعصبة علشان تدافع عن لينج. هنا بقى بيتهبل الكل من جمالها، بيتصدموا لما بيشوفوها، ومحدش بيهتم خالص بان هي متعصبة ولا بان لينج لسه واقف اصلا. الكل هنا بقى بيفضلوا يسألوه عن باربرا دي، بس بيفوق الطلبة دول من صدمتهم اخيرا واللي بيفتكروا ان هم محتاجين يهزموا لينج، ولكن المعلم لينج مش بيديهم فرصة يهاجموا اساسا، واللي بيستدعي كده الجيش بتاعه. واللي بيتصدم الكل لما بيشوفوا العدد ده، وان هو كمان معاه وحدات تانية غير الهياكل العظمية. واللي بيقول واحد من الموجودين ان مستحيل عدد الجنود دول يقل عن 2000 او 3، وان هم كلهم مجتمعين كده ما يعملوش 30 جندي بالوحدات بتاعتهم. وبيقتنع الطلبة وقتها بقى ان لينج اللي شافوا اسمه في القائمة هو نفسه لينج زميلهم اللي يعرفوه، وانه بالفعل قدر يوصل للمركز الاول. هنا بقى بيقول لهم زميلهم انه حتى لو لينج معاه جيش كبير فهو بردك ملهوش اي لازمة، وان هم لسه اقوى منه، خصوصا بقى ان معاهم وحدات من المستوى التاني والتالت. فبيقتنع شوية منهم بالكلام ده، وان الهياكل العظمية مش هيقدروا يعملوا حاجة، ولكن بيبقى لسه في خايفين من العدد ده. واللي لينج بيقول لهم طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نشوف بدل ما احنا قاعدين نتكلم كده. واللي بيخلي الجنود بتوعه كده يهاجموا، واللي في ثواني بس بيبقوا خلصوا على معظمهم هم والوحدات اللي معاهم. واللي بيبقى واحد من زمايلهم كده مستخبي ومش قادر يطلع يواجههم، وبيقول ان هم لو حتى اقل من الوحدة بتاعته في المستوى فهم مزودين بالمعدات. واللي بيبدأ كده اللي لسه عايشين منهم يتوسلوا لجنود لينج، وده علشان يسيبوهم. بس هنا بتزعل باربرا وان هي حتى ما كانش عندها وقت تقاتل، وده علشان استسلموا كلهم بسرعة. وبيقول لها لينج ما تقلقيش وان اكيد وقتها جاي، وانا واثق ان انت هتتألقي، ولكن دلوقتي في حاجات اهم محتاجين نعملها. بعد كده بقى بيدخل المعلم لينج الزنزانة دي، ولكن اتباع وانج اللي ما يقدروش يمنعوه بيقولوا انه حتى لو دخل فده مش مهم، وان وانج خلاص عدى 80% من الزنزانة، يعني حتى لو لينج دخله فمش هيقدر يعمل حاجة. بس بتصر بنت منهم ان هم برضك لازم يبلغوا وانج. وعند المعلم لينج بنشوف الزنزانة بتحييه كده اول لما بيدخل، واللي بتعرفه كده تفاصيل عن الزنزانة زي انها فردية ومن المستوى البرونزي، واللي محتاج يقتل كل الوحوش اللي في الزنزانة دي علشان يخلصها. هنا بقى بتبدأ الوحوش كده تظهر لبطلنا
واللي بنعرف كده انه في الزنزانة دي المتسابقين بيدخلوا مكان مشابه تماما لبعض وبيقابلوا نفس الوحوش بالظبط، ولكن الاتنين عمرهم ما يقدروا يتقابلوا جوه. وحتى لو شخص قتل كل الوحوش في النسخة بتاعته ودخل وطلع تاني فالوحوش هتظهر من اول وجديد. بس بيلاحظ لينج ان الوحوش اللي موجودة كلها هنا مفترسة. هنا بقى بيتحمس اكتر علشان بيحس كده ان مهاجمتها هتيجي بفايدة، واللي بيأمر كده السحرة الموت يشوفوا شغلهم وبيقول لهم يلا جه الوقت علشان تلمعوا. وفي مكان ما بنشوف المعلم وانج كده في مكالمة من اتباعه، وده بعد ما عرف ان لينج دخل الزنزانة هو كمان، واللي بيفضل كده يشتم الاتباع بتوعه. وده لما بيعرف ان معظمهم وقع على ايد لينج وبيقول ان هم ملهمش لازمة. بس بيبقى المعلم وانج واثق جدا ان لينج ده مش هيقدر يوصل لحاجة، وده علشان هو خلاص قتل 80% من وحوش الزنزانة دي. بعد كده بقى بنرجع تاني للمعلم لينج، واللي بيبقى شايف كده قتل الوحوش زي شرب المية بالنسبة له بالظبط، واللي بيقدر في ثواني بس مع اتباعه يمسح مجموعات كاملة من الوحوش، وده في ثواني بس. واللي كمان بيستعمل قوته علشان يحولهم لموتى احياء وبيضمهم لجيشه. المعلم بيبقى استفاد كده من كل حد من جنوده، حتى الهياكل اللي قدر يستعملهم كدروع، وطبعا باربرا الاقوى في جيشه واللي بتقدر تقضي على اعداد كبيرة من الوحوش بصرخة بس. وعند اتباع وانج واللي بيبقى لسه البنات متأكدين ان لينج ده مستحيل يعدي وانج، لحد ما بيشوفوا كده الاحصائيات وبيلاقوا ان لينج في الوقت القليل ده خلص 60% من الزنزانة، والمعلم وانج زاد 4% بس. وبيبقى الخبر ده وصل لوانج، واللي بيضغط كده على القرود بتوعه دول علشان يتحركوا بشكل اسرع من كده ويحاولوا يخلصوا على الوحوش كلها. المعلم بيبقى مش مصدق الخبر اساسا، لان هو خد 5 ساعات علشان يخلص ال 80% دول، انما المعلم لينج فخلص ال 60% دول في اقل من نص ساعة بس. هنا بقى بيسأل وانج اتباعه لو قرأوا الاحصائيات دي بشكل صحيح، فبيقولوا له ايوه، بيأكدوا له ان هم قرأوها صح وبيقولوا له يلا لازم تبقى اسرع من كده. هنا بقى بيقول المعلم وانج للبنت التابعة تبلغوا بتقدم لينج بشكل منتظم. المعلم هنا بيحاول يستدعي وحدات اكتر علشان يساعدوه في القتال، وده علشان مفيش وقت يفضل يعيط وان لينج سابقه. بعد كده بقى بنرجع تاني للمعلم لينج، واللي بيبقى بردك قاعد بيراقب القتال ده وعمال يتشمس وسايب الوحدات بتاعته، والمعلمة باربرا هي اللي بتعمل كل حاجة. الولد بيفكر في حال وانج دلوقتي يا ترى عامل ازاي، وبيقول ان اكيد اتباعه بلغوه بكل اللي بيحصل ده وزمانه شغال زي المجنون دلوقتي علشان يلحقه. بعد كده بقى بيبقى المعلم لينج خلص على كل الوحوش العادية ودخل على المستوى الأعلى، وده فيه وحش نقاط صحته 80,000 نقطة، واللي مش بيصدق لينج ضخامته دي وشكله المرعب وجلده السميك اللي مستحيل أي حد يعدي منه بسهولة. ولكن بتبقى الاستراتيجية بتاعت لينج إن هو يغرقه بالأعداد الكبيرة، ودوت بقى بغض النظر عن الخسائر لحد ما يقدروا عليه، وإن لو كل شخص من جيشه بس ضربه ضربة واحدة فهيقدروا يخلصوا عليه. هنا بقى بيبدأ لينج القتال باستعمال جيشه، واللي بيوصل تقدمه ل 99%، وديت نفس نسبة وانج بالظبط، والأتباع بتوع وانج مش بيصدقوا وإن هو ازاي وصل بالسرعة دي. هنا طبعا بيتجننوا وبيتصلوا بوانج علشان يبلغوه بسرعة، واللي بيقول لهم إنه قرب خلاص يخلص على الوحش النهائي وإنه خلاص فاضل نقاط صحة قليلة، واللي بيبان كده على وانج التعب وإن هو متبهدل خالص من القتال، ولكن برضك بيحاول بكل قوته، والوحدات بتاعته ديت ما عندهاش وقت حتى تتعافى، وده لان المعلم عايز يهزم لينج باي طريقه. هنا بقى بيقول وانج انه هيستعمل موارد اكتر من كده، واللي بيستدعي كده وحدات اكتر ومش بيهمه الخسائر علشان المعلم بيبقى مقتنع ان هو هيعوضها من مكافآت الزنزانه لما تجيله، ولكن مش بيلحق يكمل هجوم علشان بيجي اشعار من النظام وان لينج خلاص خلص تطهير الزنزانه من الوحوش وكمان كسب المركز الاول، وده في اقل من 50 دقيقة كمان. طبعا المعلم وانج بيتصدم من الخبر، خصوصا انه فضل شغال لساعات علشان يوصل لهنا، والمعلم لينج جه خد المكسب في ثواني بس، واللي بيهجم الوحش عليه علشان كان متشتت، ولكن اخيرا بيقدر يهزمه وبيكسب وانج وبيطلع من الزنزانة بعد ما بيخلصها اخيرا، واللي لما بيطلع بيقابل لينج قدامه، واللي بيفضل لينج كده يتريق عليه، وكمان البنات اللي كانوا من اتباعه بيقولوا له انه يمكن مستقبل لينج احسن منه،
فبيبقى المعلم وانج متعصب جدا، واللي بيقول له لينج ان هو لو مش مقتنع ان هو يستحق المكسب فممكن يتقاتلوا دلوقتي، ولكن المعلم وانج بيرفض، وده علشان مش في احسن حالاته، وده على عكس طبعا المعلم لينج واللي بيبقى مش باين عليه خربوش حتى، وبيمشي وبيسيبه كده وبيقول له انه هيصفي حساباته معاه بعدين، وبينادي على الاتباع بتوعه البنات ولكن بيتجاهلوه، واللي بيفضلوا هنا يطبلوا اللينج ويتلزقوا فيه. فبيقول لهم لينج ان هو مش عايزهم اساسا، فاللي بيحاولوا كده يرجعوا لوانج، ولكن هو كمان بيقول لهم يلا غوروا من وشي، اما صحيح بتوع مصلحتكم. اما بقى بالنسبه لبقيه اللاعبين فاللي بيبقوا مش مصدقين ان لينج قدر يطلع من الزنزانه كده بكل سهوله، واللي بيقولوا ان اكيد في طريقه بيغش بيها. هنا بقى بيقول واحد منهم واللي اسمه يانج انه من ساعه اما دخل لعالم الملك ده وهو ما غمضش عينيه، وفضل ينهب موارد العالم بشكل يائس على امل يوصل لاي حاجه، ولكن في الاخر حتى مش قادر يوصل للينج، واللي فضلوا يتريقوا عليه كلهم في الاول. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم لينج قاعد كده في كوخ بيشوف المكافآت اللي جمعها، وعلى باله حد من اللي هيموتوا نفسهم بره بسببه، وبيفتح كده صندوق من الصناديق واللي بيطلع كده فيها فارس من المستوى السادس، واللي بيحولوا لينج كده لواحد من الموتى الاحياء. المعلم هنا بقى بيفتح كده الصناديق التانية دي واللي بيطلع فيها معدات واللي منها دروع قوية جدا بيديها للفارس ده، واللي بيفضل كده يتخيل الفارس ده هيبقى قوي قد ايه، بما ان هو قوي اساسا وكمان مع الدرع الجديد ده فهيبقى لا يقهر. وبيقعد المعلم لينج يتخيل كمان لما يزودوا بموارد كافية ويقدر يستدعي منه كتير جدا بلا حدود، وكمان الفارس ده هيبقى اضافة حلوة جدا ليه علشان اساسا وجوده في المعارك دي غالبا بيبقى قائد، وبيحس ان التفكير في الموضوع بس كده بيخليه لا يقهر. بعد كده بقى بيدي لينج قلب السحر ده لباربرا، واللي بيقول لها انه هيخلي عندها قدرات سحريه، قدرات غير محدوده، واللي بتقول باربرا لينج ان هو اخيرا قبلها، بس بيبقى المعلم لينج مش فاهم قبلها في ايه بالظبط، تقصد ايه دي؟ فبتقول له باربرا ان ديت القلاده زمان في عشيره من العشائر كانوا بيدوها لبعض، بمعنى ان الشخص عايز اللي ياخدها يفضل معاه للابد، واللي بتفضل باربرا كده تلف في الكوخ وهي فرحانه. المعلمه مش مصدقه ان لينج يقبل بيها، فبيحاول لينج يفهمها كده ان هو ما كانش قاصد وان الموضوع كان صدفه بس مش اكتر من كده، ولكن باربرا مش بترضى تسمعه. وبعد كده بقى وتاني يوم بنشوف المعلم لينج باين عليه قد ايه التعب، وده على عكس باربرا واللي في احسن حالاتها. هنا بقى بيقرر لينج يخلي باله بعد كده من كلامه وافعاله معاها، وهنا بتعترف له باربرا ان موضوع القلاده ده هي اللي اخترعته، وان مفيش اي حاجه من اللي قالتها ديت حقيقه، وبيطنش لينج كلامها ده علشان ما يموتش نفسه، واللي بيقول يلا هيشوف المكافأة الأخيرة، واللي بتبقى عبارة كده عن بذرة أسطورية واللي باسم كرمة الشوك، واللي بيحطها النظام بنفسه كده في الأرض، وبيعرف لينج إنه بعد ما تنزرع هتطلع بيت فيه شوك علشان تدافع عنهم ضد القوى الخارجية. وبنشوف النبتة ديت أول لما بتكبر واللي بتطلع شوك بشكل رهيب، واللي بيغرس في كل حاجة حواليه حرفيا كده يقدر يقتل أي شخص في ثواني. فبيفرح المعلم لينج من منظره ده، واللي بيقول ان بوجوده هيقدر يطعن اي شخص بسهولة، وان هو بالنسبة لهم هيكل دفاعي. وبيقول لينج ان المباني في مدينة اليد محتاجة الموارد للبناء، وان الاشواك دي ممكن تكبر طالما توفر لها تربة ومية، يعني تكلفة قليلة جدا والوجود مفيد جدا. هنا بقى بيفرح المعلم لينج وان هو مش هيضطر يخاف ان بيته يتسرق من هنا ورايح، بس بيبقى البذرة دي ليها عيب واحد، وده بس من وجهة نظر لينج، وانك محتاج تزرع الارض، وده مجهود بالنسبه له. اصل المعلم بقى معاه جيش اتعود على الراحه، ده بيعملهم معامله العبيد من ساعه ما بدانا. المعلم بيستدعي كده 500 جندي هياكل وبيقول لهم ان هو هيسيب لهم هم حوار الزراعه ده على اساس يعني انه بيشتغل حاجه تانية. يا عم اقعد بقى. بعد كده بقى بيامر لينج الهياكل دي يخلصوا زراعه الاشواك دي كلها في يوم واحد بس، وده حوالين اراضيه، واللي بيقعد لينج كده وبيتفرج عليهم. المعلم بيقولك انه بيحب الرأسمالية والعالم ده هيبقى مكانها احسن بالنسبه له، وده بس لو عنده موارد، مش لو بطل يستعبد الهياكل المسكينه اللي طالع عينيها دي. بس هنا بيكرر لينج كده انه بدل ما يفضل قاعد طول الوقت ده مش بيعمل اي حاجه، يتحرك شويه ويعمل اي حاجه، وده علشان يعوض الخسائر اللي حصلت مؤخرا بسبب القتال اللي في الزنزانه. واللي بيعمل كده مسبح للفارس الميت، واللي بيعرف من النظام ان انتاج واحد منهم هيكلفه كده 500 قطعه نقديه، فاللي طبعا بيتصدم من السعر
السعر علشان ممكن بالسعر ده يعمل له كده بتاع 500 جندي هيكلي وعدد مش قليل من السحرة الأموات. ولكن بيقرر في الآخر كده إن أكيد الحاجات الغالية تمنها فيها. المعلم بيفك الكيس وبيدفع عادي، واللي بيبقى متأكد كده إن اللي هيدفعه من استدعائه ده هيقدر يجمع بداله تاني، هيعمل كده في وقت قصير. هنا بقى بيفتكر المعلم لينج إن عنده موارد كتيرة واللي جمعها من أول مرة، ده غير المكاسب من الزراعة، وإنه ممكن يستبدل كل دول بعملات نقدية. واللي بالفعل بيعمل كده وبيستعمل كل فلوسه علشان يستدعي اعداد من الفارس الميت. واللي بتجيله كده باربرا وبتقوله ان هم كده كملوا حشد القوات، ده غير ان لسه معاهم اساسا جنود من وقت المعارك. واللي بتعمل باربرا كده الاحصائيات وبتقوله ان هم كده معاهم حوالي 30,000 جندي هيكلي، وكمان 400 ساحر موتى و200 من فارس الموتى. هنا بقى بيقول المعلم لينج الاعداد كويسه وكفايه جدا بالنسبه له علشان يقدر يتعامل مع اي موقف. هنا بقى بيحدد لينج هدفه اللي جاي وان هو يجتاح القاره كلها. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم وانج عامل اجتماع كده مع كل الطلبه اللي كانوا موجودين معاهم. بيقول لهم ان لينج اللي طالع الاول ده كان زميله في المدرسه وكان طالب ملوش اي 30 لازمه. هنا بقى بيتصدم الكل وانه فعلا نفس الشخص اللي كان معاهم في المدرسه، يعني ما طلعش تشابه اسماء، وان وحدته الاوليه عباره عن جندي هيكلي واللي معروف ما بين الكل بضعفه، واللي بيقولوا انه يمكن كان معروف بالاداء الاكاديمي الكويس، ولكن ده ما يخلوهوش في القتال كويس برضه. واللي بيبقوا مصدومين انه رقم واحد، خصوصا ان الوحدات بتاعتهم الاوليه من مستويات اعلى من الاول، ورغم كده ما يقدروش يصمدوا قدام وحدات لينج واللي من اضعف الوحدات في المستوى الاول. فالمعلم وانج بيقول لهم ان هم كانوا بيضحكوا عليه، ولكن لينج سرق منه عمليه اول تنظيف للزنزانه مع انه عيل تافه. ولكن هنا بيقلق كده معظم اللي موجودين علشان اتريقوا على وانج قبل كده، واللي اكيد هيجي ينتقم منهم، ولكن امتى محدش يعرف. ولكن بيعرفهم وانج ان الموضوع اكبر من كده، ولينج ده بيشكل بالنسبه لهم تهديد حقيقي، وان غالبيه اللوردات من المستوى ده عندهم موارد محدوده ضمن العالم بتاعهم، ولكن لينج يستولى على واحده زياده. هنا بقى بيترعب الطلبة وبيسألوا كده عن اللي المفروض يعملوه، وده علشان خايفين يسقطوا في التقييم. ولكن المعلم وانج بيقول لهم انا عندي خطة، وان حتى لو لينج دلوقتي جامد وراعب الكل فده ما يمنعش في النهاية انه عيل فقير ومن عيلة عادية، وان هو لو اتطرد من عالم الملك فمش هيخاف يتعاقب من عيلته زي اي حد فينا، واللي علشان كده شايف ان هم لو اتحدوا مع بعض وطردوه من عالم الملك فمش هيحصل حاجة يعني. وهنا بقى بيوافق الكل على الخطة دي. وبعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلمة تشيان اللي قاعدة كده تجمع طماطم ولا عارفة اي حاجة من اللي بتحصل، واللي بتسأل لو لينج قدر يوصل لبر الأمان، يا ترى وصل ولا لأ. المعلمة فاكرة إن معاه جندي هيكلي واحد وإن أكيد الموضوع صعب عليه، ولكن غلبانة. بعد كده بقى بتطلع تشيان واللي كانت بتحاول تجمع أكبر قدر ممكن من الموارد، وده في الأيام الأخيرة، وده علشان تقدر تدي لينج جزء منهم. وكمان قدرت تجيب صندوق جليدي من المستوى الثالث واللي ناوية برضك إن هي تديهوله. البنت عايزة تفرحه بأي طريقة، بس الأرنب بتاع تشين بيتنطط فجأة كده واللي بتروح وراه تشوفه ماله، فبتلاقي الجنود الهياكل بتوع لينج واللي مش بتوصل لوحدها علشان بيبقى وانج واتباعه وصلوا برضك معاه، وده بعد ما جمعوا اكبر عدد من الوحدات بتاعتهم من المستويات العالية وخلصوا كل مواردهم عليهم. واللي بتقف تشيان تراقب الوضع ده كده من بعيد لما بتلاقي الدنيا متكهربة كده، واللي بتبقى عايزة تعرف لو كل الجنود دول تبع لينج ولا لا، وبتفكر كده ان الجنود الهياكل دول نادرين جدا وده بالرغم من ضعفهم، ولكن ومع ذلك مش شرط يبقى لينج الوحيد اللي عنده منهم، لا ده كمان بتلاحظ ان كل واحد من الجنود دول معاه معدات من الفئة الذهبية، يعني ممكن لو دخل قتال مع الارنب بتاعها ده واللي من المستوى الرابع فاكيد هيهزمه. فهنا بقى بتفكر تشيان تخلع من المكان، ولكن لما بتيجي تهرب بتدوس كده على جذع شجرة، واللي بيلاحظها هنا واحد من الجنود واللي خلاص بيكون هيهاجم، وبتترعب تشيان، ولكن لينج بيظهر في الوقت المناسب وبيوقفه. طبعا تشيان بتفرح جدا اول لما بتشوف لينج وبتفضل تحضنه. هنا بقى بتفضل باربرا تقيمها كده من ناحية الشكل والشخصية المبدئية. المعلمة بتفرح جدا لما بتشوف ان لينج مش محتاج المساعدة اللي هي كانت فاكراه محتاجها، وان حاله ماشي كويس، ولكن برضك بتبقى مش متأكدة ان هو لينج اللي في المركز الاول، وده علشان مش شايفة معاه الهياكل العظمية، وده علشان مش شايفة معاه غير الهياكل، والمفترض انه كسب حاجات تانية، ولكن
بتلاقي ان وانج جاي يكلمه، واللي من الواضح كده ان هو الشخص اللي كان بيدور عليه، واللي بيفضل يقول للينج انه جمع له عدد كبير جدا من الجنود واللي جايين مخصوص علشان يخلصوا عليه. فبتتريق باربرا على وانج ده، واللي بتقول له ان من ثقته دي فكرته كده جاي ومعاه 100,000 جندي مش اقل من 1000. ده انت عبيط جدا يالا. فالمعلم وانج بيقول لها اتكلمي زي ما انت عايزه، وان هو هيخطفها بعد ما يخلص على لينج. هنا بقى بتتعصب تشيان بسبب طريقتهم في الكلام مع باربرا، وبتقول لهم لا انتوا كده تخطيتوا كل الحدود. وبيقول لها المعلم وانج ان هي احسن لها تبقى في صفهم دلوقتي، واللي بتقول له تشيان انت جبان يالا، والمفروض انك تدخل في قتال فردي مع لينج. فبيقول لها وانج ما تقلقيش، وان لينج شخصيا مش معترض. هنا بقى بيسأل وانج لينج عندك مشكلة مع الموضوع ده؟ فالمعلم لينج بيقول له لا طبعا يا رجولة مفيش اي مشكلة، انا بس كنت عايز اعرف كان هيحصل ايه لو حصل العكس، وانا مثلا اللي تآمرت ضدكم. وقتها برضك كنت هتقول اني ما عنديش اخلاق قتالية. فبيقول له وانج وهتعمل كده ازاي يا معلم وانت اساسا متحوط من كل مكان؟ يلا عايز اشوفك. فبيقول له لينج طب بص كويس كده شوف مين اللي محوط مين. واللي هنا بقى كده بيظهر بقية الجنود بتوع لينج، واللي بيكون معاهم كل الوحدات. طبعا هنا كل اللي جايين مع وانج بيترعبوا هم وانج كمان، وده لما بيشوفوا اعداد الجنود وان هم كلهم مجهزين كويس، ده غير السحرة والفرسان كمان. هنا بقى وانج بيحاول يطمنهم، بيقول لهم ان ايه يعني لينج معاه اعداد كبيره وان هم ضعفاء بالنسبه لوحداتهم، واللي بيامرهم كده يروحوا يقتلوا لينج بسرعه. واللي بالفعل كلهم كده بيجروا على لينج، ولكن المعلمه باربرا بتقول لهم لا على جثتي، واللي بتستعمل صرختها كده بتخلي الكل يقع على الارض، وده من الالم اللي بيجي في ودانهم. ومش بيصدق وانج المنظر. المعلم بيشوف كل اتباعه مرميين على الارض، ان هو مش مهتم بالضرر ده لأن عيلته معروفة بتصنيع الأدوية وهيساعدهم كلهم في الوقت المناسب. وبيحاول الأتباع يقفوا كده ويكملوا قتال، ولكن بتقول لهم باربرا انتم مجانين بقى. واللي هنا بتقف تشيان كمان كده علشان تدافع، ولكن لينج بيقول لها ما تشغليش بالك، وإن هما شكلهم بس كده بيستهينوا بقوته. واللي بيستعمل لينج قوته وبيعمل انفجارات، واللي طبعا بيوقع بيها الأعداء تاني. فبيجري وانج عليه وبيحاول يخلص عليه بنفسه، بس الفرسان بيظهروا كده من كل مكان جاهزين لأي هجوم. وهنا بيقرر أتباع وانج يستسلموا، واللي بيقولوا لينج وقف قتال خلاص. هنا بقى بيقول لهم وانج انتم شوية فشلة ولينج ما يفرقش عنهم حاجة. واللي بيقول له لينج انه كان لازم يعمل حساب الفشل. وبيقول له وانج ليه انت ناوي تمد ايديك على ابن عيلة وانج؟ فالمعلم لينج بيقول له طيب وايه المشكله؟ واللي بيامر الفرسان بتوعه كده يدوسوا عليه، واللي بالفعل بينفذ الفرسان الامر ده لحد ما بيطلعوا وانج من عالمهم تماما، وبيتكافئ لينج علشان طلعه. ومن ما بين المكافآت بيبقى الكشف عن اسوار الاوبسيداين، وبيحس لينج انه ممكن يستفاد كويس من مخططات المدينه، وده علشان ممكن يستعملها ويبني اسوار المدينه جوه اراضيه، واللي بكده بقى يبقى بيعزز الدفاع الارضي بشكل كبير. بس بيفتكر لينج كده هدفه الاساسي واللي دخل علشانه اصلا العالم ده، وانه جه هنا علشان يلاقي قلب الملك، وده علشان يساعد عمته ويرجع عمته لعالم الملك مره تانية. بعد كده بقى بيرجع تركيز لينج للعيال اتباع وانج دولة واللي لسه بيترجوه يسيبهم وما يقتلهمش وما يخرجهمش من عالم الملك علشان هيطلعوا منه ومش هيقدروا يرجعوا تاني ابدا. فبيسألهم لينج لو كان هو اللي في الموقف ده كانوا هيسامحوه ولا هيقتلوه؟ فبيقولوا له عيب عليك كنا هنسامحك طبعا، ده احنا زمايل دراسة، وان هم يا عيني غلابة، وان المعلم وانج هو اللي حرضهم عليه. فبطلنا لينج بيقول لهم ده كلام فاضي، واللي بيأمر الهياكل كده يخلصوا عليهم، واللي في خلال ثواني بس بيبقوا فعلا خلصوا عليهم، وبياخد لينج المكافآت من وراهم. هنا بقى بيقول لينج لباربرا يلا اتعامل انت مع الموارد، خصوصا ان هي موارد عادية يعني حاجات مش قيمة. وبيقول لتشيان انه سمع منها ان هي عندها قوة ليها علاقة بالجليد اللي من المستوى الثالث. فبتقول له تشيان مش بالظبط يعني، ولكن هي معاها صندوق لوحدة من المستوى الثالث، وكمان لقت خريطة وهي بتجمع البيانات. وبتوري تشيان الخريطة دي للينج، واللي بتقوله ان في سجلات فيها عن قارة معينة، وبتسأله لو عايز يعرف مكان مسبح البطل. فمش بيصدق لينج ان هي هتديله حاجة زي كده، واللي بيقول لها ان هي المفروض تستعملها هي. فبتقوله تشيان ان هي جربت ولكن في حارس قوي بيحرس المكان ده،
وراحت واتضربت وهربت، ولكن بتبقى واثقة في لينج وانه قوي جدا ويقدر عليه. فالمعلم لينج بيقول لها انا هنتقم ليكي، ما ينفعش حد يضربك، بس ده برضك مش معناه انه هياخد حاجاتها ببلاش. المعلم بيقول لها انه لما قتل اتباع وانج جاله صندوق كنز من المستوى الخامس، وده من ضمن الموارد ويقدر يبدله معاها، وكمان معاها 10,000 من الموارد التانية كمان. بتبقى المعلمة تشيان رافضة الهدية الاول كده علشان شايفة ان هي كتير، وخصوصا ان الخريطة دي ما كانش ليها اي لازمة بالنسبة لها. فالمعلم لينج بيقول لها مسبح البطل ده مفيد ليا، وكمان دي اقل حاجة يقدر يقدمها لها، خصوصا بعد وقفتها جنبه. فبتوافق تشيان. بعد كده بقى المعلم لينج بيروح يشوف الوحش اللي كانت بتقول عليه ده، وبيقرر يهزمه، بيقرر يخلص عليه في ثواني، وبيجيله الالاف من علب الموارد وكمان درع من جلد الوحش وسيف. وبيقول لينج انه توقع ان الوحش الزعيم ده يبقى اقوى من كده، وده من الوصف اللي هي حكيتهولي. فبتقول له باربرا ان هو قوي بس مش اكتر، واي حد غيره كان بجد هيعاني معاه علشان يخلص عليه. هنا بقى بيقول لها لينج ان هو محتاج يروح يشوف مسبح البطل بقى. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم وانج بعد ما طلع من عالم الملك، وطبعا طلع بفشل ذريع وفقد كل الموارد، لا ده كمان طلع بجرح دائم في دراعه، واللي بيفضل كده يعيط وهو حاسس بالندم. بعد كده بقى بنرجع تاني للمعلم لينج، واللي بيوصل المسبح وبيلاقي ان رموز المسبح وقاعة الابطال مختلفة، وما يقدرش يستدعي هنا غير الابطال من نوع الوحدة ذات الصلة. والاحسن في الوقت الحالي ده يدي اوامر مرنة لاتباعه، واللي بيختار واحد بس منهم واللي بيبقى فارس ميت. هنا بقى بيروح الفارس ده ناحية المسبح، واللي بيدخل له كده روح قائد الفرسان اودين. هنا بقى بيفرح لينج لما بيشوفوا ان نقاط الصحة اللي عنده اتحسنت، وكمان القوة فرقت بشكل كبير، وكمان الضرر قل بنسبة 70%. بعد كده بيخلص لينج مهمة المسبح دي وبيرجع تاني لأراضيه، وبيرجع الهياكل تشتغل في الزراعة والأعمال اليدوية، ودوت بس علشان يبنوا الجزيرة. هنا بقى بتقول له باربرا إن هم عاملين شغل عالي قوي، وفي خلال يومين بس اجتاحوا القارة كلها. وبيبدأ المعلم يونج كمان كده يستعملهم علشان يبنوا سور للمدينة زي ما كان مخطط بالظبط، واللي بعد ما بيخلص السور بيستعمل بذور نبتة الأشواك ويخلوهم يحوطوا السور للحماية الزيادة. لا ده كمان بيزود ضربات اللهب لأي حد يحاول يطلع على السور. هنا بقى بتسأله باربرا عن السبب اللي يخليه يزود دفاعات المدينة فجأة كده بالشكل ده، فبيعرفها لينج إن خطته اللي جاية إنه يبني سوق. فبتقول له باربرا واحنا هنحتاج السوق في ايه؟ احنا بنجمع موارد طول الوقت. فبيقول لها لينج ان هي مش فاهمه حاجه، وان هم ممكن يجمعوا موارد بالقوه والغشوميه لوحدهم، وانه خلاص فاضل ايام على التقييم النهائي، وفي الايام دي ما يقدروش يجمعوا اكتر من نص موارد القاره بالكتير، واللي علشان كده محتاجين يستخدموا الوقت المتبقي ده علشان يستعدوا كويس، وان المنطقه الخارجيه لعالم الملك ملهاش حدود، وكمان في جزر سماويه وابراج محصنه ملهاش حصر، مناطق لسه محدش استولى عليها، واكيد مليانه موارد عاليه القيمه، ولكن برضك مش هيقدروا يجمعوها لوحدهم، واللي علشان كده هيفتحوا سوق ويتعاملوا بالتجاره، هيتعاملوا مع الاف اللوردات، وكمان يحصل رسوم الكشك ويكسب فلوس كتير، واللي بالمره يبيعوا الموارد الكتير اللي معاهم اللي فاضت، ولو لقوا اي موارد نادره وحلوه يشتروها، واللي بكده هيبقى كله استفاد، واللوردات اللي من المستويات العاليه باعوا اللي معاهم، وبكده المبتدئين لو ما كان يشتروا منه، واللي بيبقى برضه جزء منه عمل كده علشان عمته على امل انه يلاقي ليها اي علاج، خصوصا لان مرضها ده نادر جدا. المعلم بيصبر نفسه لغايه اما يقدر يوصل لقلب الملك. بعد كده بقى المعلم لينج بيشوف احصائيات العمال اللي معاه والخشب وكل احتياجات السوق ان كانت كفايه ولا لا، فبيقول له النظام ان الموارد اللي معاه كفايه ويقدر يبني السوق، واللي بالفعل كده بيبدا المعلم لينج في بناء السوق، وبيعلن النظام لكل الناس في عالم الملك ان المعلم لينج خلص السوق وعن افتتاح اول سوق في المنطقة في مملكة شيع. ومش بيصدق لينج ان بناء سوق كده بقى عمل تاريخي، واللي بيبدأ يفكر في نوعية الاعلانات اللي محتاج يعملها علشان يعلن عن السوق بتاعه. هنا بقى بيسمع زمايل لينج عن حوار السوق ده، واللي مش بيصدقوا انه قدر يبني سوق في الوقت القصير ده، وانه جاب الموارد منين لحاجة زي كده اصلا، واللي بيقول لهم واحد منهم ما تستهونوش بقوته، وان هو شاف الجيش بتاعه مرة وكمان ضربه قبل كده وكان هيموت بسببه، وان الجيش بتاعه ده في حوالي كده
30,000 جندي. هنا بقى مش بيصدق الناس لما بيسمعوا الرقم ده، وخصوصا ان هم بالكتير قوي معاهم 60 جندي مثلا، واللي بيحسوا كده ان هو منطقي يبني سوق لو وصل فعلا للدرجة دي. هنا بقى بيقول واحد منهم ان كل سنة بيظهر عبقري جديد، حد عنده قدرات استثنائية في القتال، وغالبا كده لينج لو اتحط في منافسة معاهم هيبقى هو الاغنى اكيد، وده بغض النظر عن مين اللي اقوى، وده علشان يبقى هو صاحب اول سوق في عالم الملك. بس بيقاطع كلامهم ده اعلان لينج اللي بيظهر قدامهم، واللي بيقول فيه لينج ان قلبه طيب جدا وسامح اي حد بصله باحتكار، ودلوقتي يقدر الكل يجي السوق بتاعه، ولو حتى ما جوش فهو مش مهتم. ومع ان الطلبه بيبقوا شايفين ان لينج ده مغرور جدا واعلانه مغرور ووحش، ولكن برضك بيبقوا عايزين يروحوا وشايفين ان هم ممكن يستفادوا بتقييم اعلى لو اشتروا شويه موارد من هناك. وكمان بيجي الولد اللي في المركز التاني ده واللي بيقول ان هو مهتم يروح، وده علشان يشوف لو لينج هيستهدفه هو بالذات، علشان هيعتبر تهديد للمركز بتاعه، واللي بيقول انه لقى عشبة اكسير نادرة لما كان بيستكشف امبارح، ولكن هو ما عندوش اي اعاقات او امراض، يعني تعتبر ملهاش لازمة بالنسبة له، وممكن يبيعها في السوق، ولكن بيبقى متردد برضك في الموضوع ده. بعد كده بقى بيوصل في الوقت ده زمايل لينج للسوق، واللي بيشوفوا السور اللي عامله على المدينة. طبعا هنا الكل كده بيحسوا بالغيرة، وده علشان الكل كانوا مركزين يجمعوا الموارد ومركزوش على البناء. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم لينج قاعد كده والفلوس عماله تدخله من الايجارات، واللي بيقرر ينزل يشوف ايه اخبار السوق بتاعه كده بعد ساعتين من العمل، وكمان علشان يفتح المحل بتاعه هو بقى. هنا بقى بيقول زمايله ايه الحاجات الكويسه اللي هتبقى عنده ويبيعها، ده اكيد خلص كل الموارد اللي معاه على بناء السوق ده. بس في النهايه بيبداوا يدخلوا المحل، واللي بيظهر قدامهم كده منتجات عاليه جدا، وحتى صناديق كنوز من مستويات عاليه. بعد كده بقى وهنا بتوصل المعلمة تشيان في الوقت ده، واللي بتقول للينج ان هي فلوسها خلصت ومش معاها اي حاجة تشتري بيها، وبتسأله لو حابب يبدل معاها زهرة روحية ب5 ألوان ب5 معدات عسكرية. هنا بقى بيعرفوا النظام ان الزهرة دي قادرة ان هي تشفي الاصابات المتوسطة، يعني حتى لو ملهاش علاج فدي بتخفف الألم، ومفعولها كمان ممكن يوصل لأسبوع. هنا بقى بيفرح المعلم لينج جدا علشان ده كويس لعمته، واللي بيحضن تشيان وبيقول لها انها تعرفه اكتر حتى من نفسه، فبتقول له تشيان ان هي عارفه وضع عمته كويس، واللي علشان كده فضلت تدور على الزهره دي علشانه مخصوص. وهنا بيديها المعلم لينج احسن المعدات العسكريه، واللي بيسال لو اي شخص تاني كده عنده اي شيء علاجي وهيشتريه منهم باي سعر. فبعد كده بقى بيطلع تيان واللي بيقول انه معاه اكسير قوي جدا وتاثيره احسن حتى من الزهره ذات الالوان ال5 دي، ولكن طبعا هيبقى سعره غالي حبتين، وان هو ممكن ما يبيعش حاجه زي كده. وبيسال لينج لو عنده استعداد يدفع وهل هيقدر على تكاليفه ولا لا، وبيشاور واحد من اللي موجودين كده على تيان، وده بعد ما بيتعرف عليه، واللي بيقولوا انه معروف بالعبقري وصح المستوى السادس من اول مره ليه، واللي مش بيصدق انه موجود معاهم في السوق النهارده هو كمان. واللي بيسالوا لينج عن سعر النبته دي المعلم مش بيهتم لاي حاجه تانية، واللي بيفضل باقي اللي موجودين كده يتكلموا عن تيان ده، واللي بيقولوا ان هم سمعوا انه من ساعه ما دخل لعالم الملك وهو شغال زي المجنون ومش بيتكلم مع حد خالص، وانه حتى ما نامش من ساعتها، واللي طبعا ده بيبقى باين على وشه. فبيقول له ان ده الطبيعي بتاعه علشان هو العبقري بتاعهم، بس بيصعب عليهم برضك علشان بالرغم من كل الشغل ده ولكن في النهاية لينج هو اللي لسه في المركز الاول. بعد كده بيطلع تيان العشبة ديت للينج علشان يشوف لو هي كويسة وزي ما بيقول ولا لا، فبيعرفوا النظام ان هي عشبة ثلاثية الذيل، والاكسير بتاعها ده عالي الجودة وممكن يعالج الاصابات الخطيرة ويساعد في اعادة نمو الاصابع المبتورة، وحتى الاصابات اللي مستحيل علاجها بيبقى ليها تأثير ضخم عليها، وتخفيف الالام عندها بيستمر لشهر. هنا بقى المعلم لينج بيفكر في الموضوع ده وبيلاقي ان هي فعلا عشبة نادرة زي ما قال بالظبط، ولكن ممكن ما تبقاش مفيدة جدا لعمته، وده علشان اصاباتها من الفئات الخاصة وملعونة بقوانين عالم الملك، علشان تخف تماما مفيش اي حل غير انه يلاقي قلب الملك، بس ده ما يمنعش ان هو عايزها، وده علشان تخفف الالم عندها لمدة شهر كامل. وبيسأل تيان عن السعر اللي هو عايزه، فبيقول له تيان انه عايز كل حاجة في المحل ده، واللي بيبقى لينج مستعد يوافق، ولكن تشيان بتوقفه وبتقول له تيان ده في المركز التاني يعني تحتيك على طول، وبالموارد دي ممكن كده يعديك، وكده كده النبتة دي ملهاش اي اهمية،
مش ديت اللي هتشفي عمتك، وكمان مكافأة المستوى الاول تستاهل انه يصبر شوية. فبيقول لينج انه مش مهتم وان سلامة العيلة اهم، وبيقول لتيان انه موافق على العرض ده. فبيتصدم تيان من كرم لينج، واللي بيقول له انه بيعترف بالهزيمة قدامه، وبيقول له لينج ده اتفاق بينا ومفيش اي كرم ولا حاجة، ويلا خد حاجتك وامشي. واللي بالفعل بيعمل تيان كده. واللي بعد ما بيمشي تيان بتزعق تشيان في لينج، واللي بتقوله انه كان المفروض يسمع كلامها. فبيقول لها لينج الموارد دي ممكن تتجمع تاني، الحوار مش كبير للدرجة دي. واللي بيفتح النظام بتاع العالم ده علشان يشوف مستوى تيان اللي الكل عمال يتكلم عنه. فبيلاقي ان النقاط بتاعته ضعف بتاعة تيان، وبيقول يعني انه مش جامد زي ما الكل عمال يتكلم عنه. واللي هنا بقى بيجي اشعار في الوقت ده لكل اللاعبين وان التقييم النهائي خلاص على وشك البداية، واللي بيبقى اسمه مشروع الوحش، واللي بيبقى عبارة عن ان اللوردات الجداد الاراضي بتاعتهم هتتعرض لهجوم متواصل. الوحوش مش هتسيبها لحد ما تتدمر، او يا اما صاحبها يرفع الراية البيضاء، يعني من الاخر يستسلم. واللي وقتها بقى التقييم هيقف، وطبعا الوحوش هتبطل هجوم. بس طبعا لازم تكونوا عارفين ان النقاط هتزيد مع الهجوم، وعلشان على الاقل يعدوا من التقييم ده فمحتاجين يقتلوا على الاقل كده 20 وحش، ويتمنع نهائيا يدخل عالم الملك، وان الموجة الاولى من الوحوش هتنزل في خلال 48 ساعة. هنا بقى بيبان على الكل التوتر من الموضوع ده، وكل اللاعبين الجداد بيسيبوا السوق وبيرجعوا لأراضيهم، وده علشان يجهزوا للهجمات دي. هنا بقى بيتحمس المعلم لينج وان اخيرا جه التقييم النهائي، واللي بعد كده هيقدر يرجع لعمته ويوريها الهدية اللي جايبها لها معاه. هنا بقى بيروح المعلم لينج يستعد هو كمان، وبيجمع كل الموارد بتاعته اللي جمعها، او حتى الموارد اللي جابها من السوق النهارده. المعلم بيحولها كده لعملات، واللي بيامر الاتباع بتوعه يامنوا الاراضي كويس. بعد كده بقى بيجي اليوم اللي هيحصل فيه الهجمات دي، وبيعرفوا النظام قبل ما تبدا على طول. هنا بقى بيظهر وحوش كتير جدا عند اسوار المدينه، واللي بتقول باربرا لينج الموضوع كده شكله كبير المره دي، وبتبقى الوحوش ديت بتظهر كده بالتدريج، واللي اول موجه بتكون لسه مش صعبه. هنا بقى المدير بتاع التقييم بيقول للمدرسين يلا لازم تراقبوا كل حاجه كويس، لان المرحله دي خطر جدا وممكن يحصل حوادث في اي وقت. وبيبقى اللاعبين التانيين بقى عندهم ثقة ان هم بقوا احسن بسبب الموارد اللي جابوها من السوق. وبيلاحظ المدير الموضوع ده، وبيستغرب ان اللاعبين السنة دي الموارد اللي معاهم وفيرة واحسن بكتير من السنين اللي قبلهم. فبيتعرفوا المساعدة ان هم دوروا في الموضوع ده وعرفوا بموضوع لينج والسوق اللي عمله. فبيتصدم المدير من قدرات لينج وان الموضوع وصل بيه للدرجة دي، خصوصا ان معروف عن اللاعبين الجداد ان مواردهم بتبقى ضعيفة. وبيفتكر المدير لينج وانه كان طالب عنده واللي صح واحدة من اضعف الوحدات، وبيسأل نفسه يا ترى عمل كده ازاي. فبتقول له المساعده ان هما ما يقدروش يعرفوا، والمعلومات اللي اكتشفوها محدوده جدا. فالمعلم هنا بيقول لك ان اكيد لينج ده عدى بتجارب استثنائيه، اكيد علشان يبقى كده الولا وصل لحاجات مفيش اي لورد جديد يقدر يوصل لها في التاريخ. واللي بيطلب كده الكاميرات ان هي تركز على الارض بتاعته، وده علشان يشوف اللي بيحصل هناك. واللي قبل ما يشوف لينج بيلمح تشيان والارانب اللي عندها، واللي بيقول ان هي موهوبه، ازاي يبقى عندها كل العدد ده من الارانب. وبيبص بعدها على تيان كده، واللي بيقول انه طالب مجتهد بيتدرب وبيدرس شاطر جدا من انجب طلبة الاكاديمية، بس مشكلته الوحيدة ان هو مغرور شوية. بعد كده بقى بنشوف المعلم انه اتعامل لحد دلوقتي مع 6 موجات من الوحوش، واللي بيسأل نفسه يا ترى لينج عامل ايه دلوقتي، وهما الاتنين يعتبروا كده في نفس المستوى، او يمكن عدى موجة او 2 اكتر منه. واللي بيقول تيان ان هو معترف بلينج وان هو من الناس القليلة اللي بيعتبرهم منافسين ليه. بعد كده بيفتح تيان النظام علشان يشوف المعلم لينج عدى بقى قد ايه، واللي بيلاقي ان لينج عدى لحد دلوقتي 20 موجة. الولا بيستغرب هو ازاي هزم الوحوش دي كلها، مش بيصدق الرقم، وبيسأل نفسه هو ممكن يكون لينج ده بيغش. فبيحاول تيان كده يهدى علشان ما يقومش يموت نفسه، واللي بيقول انه معترف ان لينج مجتهد اكتر منه، وانه عايز يبقى زيه ويجتهد كمان، لازم يقدر يتجاوزه ويبقى احسن منه. واللي بيبقى المدير مراقب كل الكلام ده وعمال يضحك، مش مصدق ان تيان اللي معروف بالغرور بيمدح لينج بالشكل ده. واللي بيقول كده انه واضح ان لينج ده يستحق التقدير بجد، شكله عامل شغل عالي. واخيرا بقى بيشوف المدير الكاميرات بتاعه لينج، واللي بيقول لك يلا خلينا نشوف اللي كله قاعد يتكلم عليه، خلينا بقى نقدره التقدير اللي يستحقه. وبيبص المدير في الكاميرات علشان يلاقي ان لينج قاعد كده مع باربرا بيشربوا عصير، واللي بتوصله الاخبار انه خلص 20 موجة وحوش وهو قاعد نفس القعده دي ولا همه حاجه. فمش بيصدق المدير اللي هو شايفه ده، وبيقول
بيقولك هو الواد ده في امتحان ولا قاعد كده في اجازة؟ ده حتى المدير بيتغاظ لما بيلاقي ان الطلبة التانيين بيحاولوا كده بكل جهدهم، وفي الاخر المعلم لينج قاعد لي كده بكل برود. هنا بقى بتقوله المساعدة انه وصل المستوى الاول بنفس الطريقة، وكمان بتطلب من المدير يبص على منطقته وانه في مستوى مختلف تماما مش زي بقية اللوردات الجداد، والتكوين الدفاعي اللي عنده للمنطقة مختلف، وحتى اللوردات الرسميين مش معاهم زيه. هنا بقى بيقول المدير ان نسبة الحصول اصلا على مخططات البناء قليلة جدا، وانه اكيد حتى لو جامد وحظه كويس فاكيد ما عندوش 2 منهم. المعلم بيبقى مش مصدق ان كل ده يطلع من لورد لسه مبتدئ. بعد كده بقى بنروح للمعلم لينج وبنشوف برضك انه لسه قاعد كده ولا على همه حاجة، ولكن بيحاول يعمل نفسه كده قلقان شوية علشان يعني ده امتحان مهم وكده يا ابن اللعيبة. وكمان بيستعمل اودن اللي من وحدة مستواها عالي جدا علشان يخليه يهويله. ده انت مشكلة قلق. وهنا بيسأله عن اخبار الوحوش، فبيقول له اودن ان الموجة 38 قربت، فاضل لها حاجة بسيطة وتوصل لسور المدينة، وان متانة سور المدينة اتاخد منه 300 نقطة. وباربرا بتقول كمان ان هم خلصوا 90,000 هيكل عظمي عند المسبح، و7,000 ساحر من المستوى الخامس، و5,000 من المستوى السادس، يعني معاهم كده حوالي 102,000 وحدة. هنا بقى بيقول لينج ان مفيش احسن من انه ما يعملش حاجة خالص ويستنى الوحوش وهو قاعد عارف كده ان غيره هو اللي هيعمل كل الشغل ده. بس المعلم بيحس كده انه زهق من القعدة دي، فبيأمرهم يفتحوا ابواب المدينة ويحشدوا الجميع في مكان واحد، وهم اللي يبادروا بالهجوم على الوحوش. ولما بيتم التنفيذ بيأمر لينج القوات تهاجم كلها كده في وقت واحد، واللي بيطلع الوحدات بتاعت لينج كلها في وقت واحد. وهنا بيبقى المدرسين مراقبين كل ده من غرفة التحكم، واللي بتقول واحدة منهم ان اعداد الهياكل دي كتيرة جدا، ده مش اقل من 10,000. وبيرد عليها مدرس تاني كده وان التقديرات التقريبية بتقول ان العدد ده ازيد من 50,000 ويمكن كمان ما بين 80 او 90,000. وبيرد شخص تاني كده وان المرعب اكتر ان كل الهياكل معاهم معدات وحدة من المستوى الذهبي وكمان عددهم 2. هنا بقى بيقول المدير ان الهياكل مستواهم الحالي مع المعدات ما يقلش حاجة عن مستوى وحدات من المستوى الرابع، وان حتى الطلبة المتميزين ما يقدروش يعملوا 200 وحدة من المستوى الرابع ده، وده في وقت قليل كده. اما المعلم لينج بقى ففي عالم موازي تاني، المعلم عنده 90,000 وبيقول المدير انه مش عايز يكون بيبالغ، بس الاعتماد على الهياكل بس قادر يخلص على لورد مبتدئ في ثواني او اي وحش خلال فترة التقييم. هنا بقى بتقول لهم المساعدة ان في اكتر من الهياكل، واللي بتعرفهم كده اعداد الوحدات التانية، واللي هنا بقى بيتصدموا من قوة لينج. وبيقول المدير ان حتى هو شخصيا لو دخل لعالم الملك فمش هيقدر يضاهي مستوى لينج ده، وانه عدى مستوى المبتدئين بكتير، وان حتى ما بين النبلاء النادرين فهو يعتبر اقواهم. هنا بقى المعلم بيحس كده بالفخر وان الاكاديمية بتاعتهم دي طلعت ناس جامدة. هنا بقى بتقاطعهم كده المساعدة علشان تعرفهم ان حصل عطل فجأة كده في العالم، واللي ظهر بوابة بيطلع منها وحوش في اراضي لينج. هنا بقى المدير بيقول للمدرسين يلا استعدوا للهجوم فورا، ولكن المعلم هنا بيلاقي ان لينج مهتم بالموضوع ده ومش فارق معاه ان اتفتح اكتر من بوابة، واللي بيقول كده انه على الاقل الموضوع بقى فيه شوية تشويق، واللي بيأمر كل الهياكل العظمية دي يحاصروا البوابات بسرعة ويخلصوا على اي حاجة تطلع منها. وبتعرفوا باربرا ان الموضوع خطر دلوقتي، وان موجة الوحوش اللي جاية دي مش ضعيفة ابدا، واللي خسر فيها 3000 جندي، وده وهم لسه بادئين بس المعلم لينج بقى بيبقى هادي جدا، واللي بيقول كده لكل الهياكل الكل ياخد وضعية دفاعية ويركز كل السحرة ويجهزوا سحرهم علشان يستعملوه في اي وقت، وجثث الوحوش يضموها ليهم ككائنات ميتة حية ويخلوا المقاومة شغالة على خط المواجهة. هنا بقى بيحاول لينج بكل طاقته كده يعمل كل اللي يقدر عليه، واللي بتحذروا باربرا وان في وحوش ماهرين في الهجمات من مسافات واللي قادرين على هجمات الصحراء. هنا بقى لينج بيقلق واللي بيحاول يفكر كده في حل اسرع، وبيراقب المدرسين اللي بيحصل ده، وبيقولوا ان اخيرا لينج تباطأ شويه. وبتقول المساعده ان كل 10 هجمات من الوحوش بيزيد مستواهم بشكل ملحوظ، وان ديت حاليا كده الموجه 80،
وجه الوقت ان يبقى في شويه ضغط عليه في الهجوم، ومع ذلك برضك بيبقى لسه المدرسين منبهرين بقدراته، واللي بيقارنوه بقدرات لوردات من مستويات عاليه، وده بدل ما يقارنوه بزمايله اللي من نفس المستوى. بس هنا بقى المدير بيقول لهم ان هم ركزوا جدا مع لينج، وجه الوقت ان هم يركزوا مع باقي زمايله لان هم كمان مهمين، واللي بيحولوا الكاميرات كده على بقيه المتسابقين علشان يشوفوا احوالهم ايه، واللي بيلاقوا ان المدينه بتاعته اتدمرت، واللي معظمهم بيرفعوا كده الرايه البيضاء، ويا دوبك وصلوا للموجه ال 25، وقليل جدا منهم اللي قدر يوصل للموجه ال 40. هنا بقى بيقول لك المدير ان الموضوع كده منطقي، وان لينج ده هو اللي يعتبر حاله مميزه، واللي بيبقى مش بيلوم اي حد من طلابه، وشايف ان هم كلهم اشتغلوا كويس، وكونهم مبتدئين لسه فطبيعي ان هم يلجأوا للحل الاسهل، وعلى عكس المعلم لينج واللي فكر وخطط وقرر وحاصر الوحوش علشان ياخدوا وقتهم، وده علشان يقدروا يقتلوهم. المعلم بيدي فرصة للقوات بتاعته ترتاح شوية كده ما بين الهجمات، وده علشان ده بيأخر ظهور الموجة اللي بعدها بشكل ملحوظ. هنا بقى بتطلع المساعدة القايمة بتاعة الترتيبات بتاعة الطلبة، واللي طبعا المعلم لينج بيبقى متصدرها، ده بيبقى متصدر بفرق نقاط رهيب. يا ابن اللعيبة يا جامد. بس المعلم تيام برضك عامل شغل كويس، واللي ما سابش كل حاجة ليه وبيبقى صامد لحد دلوقتي. المعلم عدى ب 71 موجة من هجمات الوحوش، واللي بيقولك المدير ان هي نتيجة كويسة جدا، وان لولا وجود لينج السنة دي كان تيان احتل المركز الاول بكل سهولة. هنا بقى بيقول واحد من المدرسين ان يمكن لينج ده بيعمل حاجة يخترق بيها نظام عالم الملك، فالمدير بيرد عليه وان الموضوع ده مستحيل، واللي بيقول المدرس ان بالشكل ده اكيد لينج قدامه فرصة كبيرة علشان يوصل لرقم قياسي جديد، خصوصا انه عمل حاجات كتير مستحيلة، حاجات محدش فينا يقدر يتخيلها. هنا بقى بيقول له المدير ان هم محتاجين بس يحللوا الموضوع بالنسبة للوضع الفعلي، وان الرقم القياسي اللي وصل له اعلى شخص كان 90 موجة بس من الواضح كده ان لينج بيعاني مع الموجة ال80، واكيد طاقته هتخلص قريب، يعني هيبقى كويس قوي لو على الاقل يقدر يعادل الرقم القياسي، وده لو ما استسلمش اساسا، وان هو رقم غير قابل للكسر. ولكن وهم بيتكلموا بيجي لهم اشعار من النظام وان لينج قدر يخلص 90 موجة من موجات الوحوش، وانه بكده كسر الرقم القياسي في الصين كلها، واللي طبعا بيتصدم المدير وبيقول لك لا ده مستحيل، وان هو كان لسه بيعاني كده في الموجة ال80. وبتقول له المساعدة ان هي لازم تتحقق من الموضوع ده، وبتعرف المساعدة ان بعد الموجة ال80 من الوحوش لينج غير الاساليب بتاعته تماما، واستخدم الهياكل العظمية علشان تحجب ال10 دوائر السحرية، وده علشان يمنع اي وحش يهرب بدل ما يظهر ويقضي عليه في نفس اللحظة. وبعد كده قسم ال7000 من السحرة من المستوى الخامس ل20 مجموعة، واللي تناوبوا على قصف الدائرة السحرية دي بالقوة النارية، لدرجة ان في وحش ظهر واللي قبل حتى ما السحرة يشوفوا وشه قدروا يفجروه. فمش بيصدق المدير لما بيسمع الذكاء بتاع لينج ده وطريقة التخطيط اللي قام بيها، وبتقوله المساعدة مش بس كده، ده كمان علشان يمنع الحوادث دي عمل طبقة ثالثة من التأمين، وقسم الفرسان الموتى الأحياء على المناطق الصغيرة من الجزيرة، وخلاهم يعملوا دوريات، وإن أي وحش هرب منهم يخلصوا عليه. هنا بقى بيبقى المدرسين كده بيشكوا إن لينج بكده ممكن يبقى قادر على إنه يخلص ال100 مستوى، وهنا بيقول المدير بس ده بردك مستحيل، بس بيعرفوا واحد من المدرسين إن هو خلاص وصل للموجة ال99، وكمان سرعته بتزيد بشكل مجنون، واللي بيتصدم المدير ولكن بردك بيفرح، واللي بيقول إن لينج بالشكل ده ممكن يبقى حامي عالم الملك ومملكة شيع. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف الناس واقفة مستنية التقييم يخلص، ولكن بيبقوا مصدومين ان كل ده لسه مخلص، واللي بيشكوا كده ان حد موجود جوه كسر الرقم القياسي، واللي بيبقوا متحمسين يشوفوا مين ده، وبيجيبوا سيرة المعلم لينج وبيقولوا ان اكيد مش هو يعني، خصوصا انه عيل فاشل وصحة واحدة فاشلة زيه، واللي بتبقى عمته شياو موجودة هناك بتسمع كل الكلام ده وبتتضايق، واللي بتفضل تدافع عن لينج. فبيقول لها واحد من اللي موجودين لينج بتاعك ده هيطلع زاحف من الاختبار، ولكن في الاختبار ده بنشوف المعلم لينج اللي قدر يخلص الموجة 99 من الاختبار، واللي خلاص فاضل له اخر موجة بس، وبكده المعلم يبقى خلصهم كلهم. هنا بقى بيأمر الهياكل بتاعته تحجب الدائرة السحرية دي زي ما بيعمل ويخلوا بالهم علشان ما يحصلش اي حوادث، ولكن المعلمة باربرا بتقاطعه وبتقول له ان الوحش اللي ظهر ده زعيم الوحوش الاكبر، يعني مستحيل الهياكل
العظمية تقدر عليه. فبيتصدم المعلم لينج لما بيسمع الكلام ده، واللي بيقول انه ما سمعش عنه قبل كده. مين الوحش الزعيم ده؟ ولكن من شكل البوابة المتغير ده بيعرف ان الوحش اللي هيظهر جامد جدا ومش اي حد يقدر عليه. بعد كده بقى بيظهر الزعيم واللي بيبقى اسمه سيربروس، واللي من كتر ما هي حاجة جديدة حتى المدرسين مش بيبقوا عارفين ان في وحش زي ده، واللي بيقولوا ان ده طبيعي لان محدش قدر يوصل للموجة المية قبل كده. لا ده كمان صفات الوحش ده بتبقى مرعبة، خصوصا ان عنده 8 مليون نقطة صحة. هنا بقى بيقول المدير ان المستوى السابع وكل الوحوش اللي من النوع ده بيبقوا رؤساء، يعني مستحيل ان لينج يقدر عليه. هنا بقى بتسأله المساعدة لو هم محتاجين ينهوا التقييم لحد هنا ممكن نعمل كده بالقوة، خصوصا ان مفيش على وشه اي علامة للاستسلام، بس لو خسر هنا فهيخسر كل الوحدات والابطال بتوعه ومش هيبقى في اي طريقة يرجعهم بيها تاني، ووقتها كمان هيبقوا خسروا حارس مهم جدا للمستقبل. هنا بقى بيفضل المدير يدعي ان لينج يرفع الراية البيضاء، يستسلم هنا احسن له، وده لانه فعلا شايف ان موهبته دي خسارة تروح بالشكل ده وان هم محتاجينها بجد. ولكن وعلى عكس اللي المدير كان متوقعه بيلاقي ان المعلم لينج بيتقدم هو والجيش اللي معاه. لا ده هنا بيبقى المعلم لينج واثق جدا من نفسه وان هو اكيد يقدر على الوحش، وحتى لو نقاط القوة اللي عنده كبيرة، وانه معاه 90,000 جندي هيكلي، يعني لو كل واحد فيهم ضرب ضربة واحدة فاكيد هيضعفوه. ولكن الجنود مش بيقدروا يعملوا حاجة اساسا، علشان قبل ما يوصلوا حتى للوحش بيكسرهم كلهم، وحتى الضربة الواحدة دي مش بيقدروا عليها. فبتحاول باربرا كده تهاجم ولا تعمل اي حاجة، ولكن ضرباتها مش بتأثر على الوحش. لا ده كمان بيلاحظها وبيجري ناحيتها، فبياخدها لينج بسرعة كده وبيطلع يجري وبيقول لها ما تبقيش غبية، وان كده الوحش ده هيحطها في دماغه، وده لان هي القائدة. وبيبقى المدرسين مراقبين الوضع ده وشايفين ان لينج لازم يستسلم حالا، وخصوصا ان الهياكل العظمية بتاعته دي عاملة كده شبه الورق، يعني ما تجيش اي حاجة قدام الوحش ده. هنا بقى بيقول لهم المدير الكل يهدى، وان لينج محافظ على الهدوء من الصبح، يعني اكيد لها طريقة يهزم بيها الوحش، هو اكيد مش هادي كده من فراغ، اكيد هيستخدم اساليب مختلفة ما كانش بيستخدمها، انا واثق فيه. جه الوقت خلاص علشان يغير الوضع. هنا بقى بينادي لينج على اودين وبيقول له ان هو والفرسان التانيين عندهم صلابة ومرونة، وده على عكس الهياكل، واللي بيامره كده ياخد كل فارس معاه ويهجم على الكلب ده، واللي بالفعل هنا كده بيهاجم اودين الوحش، واللي بيفضل يدخله ناحية برج سهم اللهب، وده علشان يقدر يفجره هناك. واللي وقتها بقى الوحش هيضعف بشكل كبير، وبيستدرج اودين الوحش، واللي بيفضل يهجم عليه هو والفرسان التانيين، وبيقول له لينج ان هو لازم يستهدف المخالب بتاعته، لازم يعمل كده علشان يشل الاطراف. واللي اول لما بيشل الفرسان حركته بيأمر لينج الهياكل تهجم بسرعة ويستخدموا السكاكين علشان يقطعوا الاطراف، وكمان بيأمر السحرة والفرسان ينضموا للهجوم، يلا الكل يقتله. واللي بعد هجمات صعبة جدا من كل وحدات لينج بيقدر لينج اخيرا ان هو يهزمه. وهنا بقى بيعلن النظام رسميا ان لينج هزم الوحش السيربيروس ودافع عن مدينته ضد 100 موجة. يا ابن اللعيبه يا جامد، واللي بكده بقى يبقى اول شخص في التاريخ يخلص اللعبه كلها. والمعلم كمان حصل على مستوى ممتاز جدا، واللي كمان هتجيله مكافاه من مستوى الملك، واللي بكده يبقى ختم التقييم رسميا. وبعد 3 دقائق هينتقل اللوردات رسميا كده بره عالم اللوردات، واللي بيبقى المدرسين بيحتفلوا كده من غرفه المراقبه ومش مصدقين الانجاز التاريخي ده، واللي من كتر ما هم مش مصدقين الانجازات العظيمه دي بيتصل المدير بالمنطقه العسكريه، وده قبل ما قوه تانية تعرف بالموضوع ده وتجري وراه. بعد كده بقى بتظهر النتائج قدام اللاعبين، واللي مش بيبقوا متضايقين، لا ده بالعكس بيكونوا مبسوطين للينج، وخصوصا ان هو ساعدهم كتير بالسوء اللي عمله. المعلم خلاهم يكسبوا نقاط كتيره، واللي بيقولوا ان هم محتاجين طريقه يلاقوها يردوا بيها الجميل ليه. بعد كده بقى بتظهر تشيان واللي بتقول لهم يا ريت تبقوا قد كلامكم ده، وده علشان عندها طريقه ترد له بيها الجميل. وان حتى المعلم تيام بيظهر في الوقت ده، واللي بيقول انه برضك مستعد يعمل اي حاجه علشان يرد له الجميل، وبيحوط كل اللي موجودين كده تشيان وبيسالوها عن اللي محتاجين يعملوه، وان ده واجبهم بعد اللي لينج عمله. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم لينج مع باربرا، وباربرا بتبقى زعلانه، وده علشان مضطرين يسيبوا عالم الملك، وبتقول للينج ان هي عايزه تفضل هنا على طول
وخصوصا ان هي وامراء الحرب ما يقدروش يخرجوا معاها اصلا. فالمعلم لينج بيقول لها ما تقلقيش، وان هو هيرجع بعد كام يوم بس، وان هو اخد اجازة بس علشان يرجع البيت شوية، بس راجع تاني. فبتقول له باربرا ان هي هتستناه يرجع بفارغ الصبر. بعد كده بقى بيطلع المعلم لينج من عالم الملك، واللي بيلاقي عمته مستنياه، واللي كانت قلقانة جدا عليه، واللي بيجري لينج عليها وبيقول لها ان هو كويس، يعني مش لازم تقلق. فبتفرح العمة جدا علشان كانت خايفة لحسن لينج يحصل له إصابة زيها، هي برضك اتصابت في عالم الملك. بس المعلم مش بيبقى فارق معاه أي حاجة دلوقتي، واللي بيبقى مش فارق معاها حاجة خالص غير إن هو طالع سليم. بس بعد كده بيتريق الراجل اللي كان بيضايق العمة على لينج ده، واللي بيقول لها إنه واضح من منظره كده إنه سقط في الامتحان. وبيسأل لينج عمته الخنزير ده جه منين، فبتقول له العمة يخلي باله علشان الراجل ده معاه فلوس، شكله غني، ده قرفني من الصبح، والأحسن نتجاهله ونرجع البيت يلا وخلاص. بس بيبقى الراجل ده سمع لينج خلاص وبيتعصب جدا، وده علشان بيقول عليه خنزير، واللي بيفضل كده يهزق لينج وبيقول له كلام قذر على عمته. والعمة بتفضل تعتذر وبتقول ان لينج ده عيل صغير، يعني اكيد ما يقصدش. فبيتعصب لينج وبيضرب الراجل بيكسر له اسنانه. يا ابن اللعيبه، هنا بقى الراجل بيجيب له صخره واللي بيبقى جاهز يرميها عليهم، وطبعا العمة مرعوبه، ولكن لينج بيطمنها وان قدرات الراجل ده ما تجيش اي حاجه جنبه، وبيكسر الصخره. هنا بقى بيتصدم الراجل ده، واللي بيفضل لينج كده يضربه تاني، وبيقول ان حصل له تطور في المهارات القتاليه، وده كجزء من المكافآت اللي اخدها من انجازاته، وكمان وصل للمستوى الخامس، يعني يعتبر سيد من الدرجه الاولى خلاص، وان حتى 100 شخص زي الخنزير ده يقدر يتعامل معاهم بكل سهوله. فبيخاف الراجل ده، واللي بيفضل يتوسل للينج يسيبه، وبيقول له صدقني ما كنتش اقصد اعمل كده. فبتخاف العمة، واللي بتقول له انه ممكن يقتله بالشكل ده، الاحسن يسيبه. فبيوافق لينج وبياخد عمته وبيمشوا علشان يروحوا للبيت. بعد كده بقى بنشوف بقية اولياء الامور مستنيين اولادهم يطلعوا من عالم الملك، واللي بيسالوهم عن الاخبار، ولو كان حد فيهم قدر يكسر الرقم القياسي، علشان فضلوا وقت كتير جوه. فبيقول لهم واحد ان فعلا الرقم القياسي اتكسر، وحد عمل انجاز غير مسبوق وصمد قدام 100 موجة من الوحوش. فبيتصدم اولياء الامور من الكلام ده، وبيقولوا ان هم ما توقعوش ان ممكن يبقى في شخص عبقري كده، معقوله في شخص زي ده في عالمنا؟ واللي بيسالوا عيالهم مين الشخص ده، ولو حاولوا يخلوا العلاقات معاه كويسه. واللي اول لما بيسمعوا كده ان هو لينج محدش بيصدق، واللي بيقولوا ان هم توقعوه يبقى اخر شخص في الدنيا، مستحيل يوصل للرقم القياسي. بعد كده بقوا في البيت عند المعلم لينج وعمته، بيبقى لسه لينج كده هيتكلم عن اللي عمله في التقييم، فبتطمنه عمته ان هي مش متضايقه، يعني ايا كانت النتيجه هي راضيه، وانه حتى لو فشل دلوقتي فهي مش نهايه العالم، ولسه قدامه العمر طويل يقدر ينجح في حاجات تانية. بس المعلم لينج بيقول لها وايه لازمته الكلام ده، انت مش هتصدقي لو قلتلك، بس اكيد لو وريتك هتصدقي. المعلم بيطلع رمز اللورد وبيقول لها انت اكيد عارفاه كويس، وده لان هي كانت من الاسياده قبل كده. فبتفرح العمه جدا لما بتلاحظ ان لينج عدى الاختبار، واللي بتفضل تعيط من كتر الفرحه، مش مصدقه ان لينج نجح بجد. واللي بتقول له ان هو مش مضطر يفضل عايش حياه بائسه كده زي عمته، حياه مليانه تعب. فبيقول لها لينج ما سالتنيش يعني عن الترتيب النهائي، وان هو اخد المركز الاول ومن المستوى الملكي. فبتقول له العمه يا ابني بطل كلام فاضي بقى، وان مفيش اي مستوى بالاسم ده اساسا، وان اعلى مستوى حد ممكن يوصل له كان المستوى اس، يعني ملوش لزوم يقول كلام زي ده، انت بس بتحاول تفرحني. بس المعلم لينج بيقول لها براحتك، صدقي ما تصدقيش، بس كده كده الخبر مش هياخد وقت وهيتصدر الصحف كلها، وقتها بقى هتبقى تصدقيني. بعد كده بيطلع الورده اللي اشتراها من تشيان والنبته اللي اخدها من تيان، وبيقول لها ان دول ممكن يخففوا الامها. فمش بتصدق العمه لما بتشوف اعشاب طبيه قويه جدا، مش مصدقه ان لينج جايبها، وبتساله جابها منين، ولو سرق لورد اعلى منه. فالمعلم لينج بيقول لها بطلي تفكري كتير، وان هو قوي، وان هو اقوى بكتير من اللي هي فاكراه، وان هو من النهارده ورايح هيحميها دايما. فالعمه بتقول له كبرت وبقيت راجل، خلاص هقدر اعتمد عليك. بعد كده بقى بيروح المعلم لينج يجهز لها العلاج، واللي بيحط لها كده الاعشاب في الميه، وبيقول لها انه يمكن مش قادر يعالجها بالكامل، ولكن بيوعدها ان هو هيرجع لها بالعلاج في يوم من الايام، وتستعمل بس دلوقتي الاعشاب دي كمسكن. فبتقول له العمه ان قلب الملك صعب جدا، مش اي حد يقدر يلاقيه، ولو حصل له حاجه وهو بيدور عليه فالعمه دي عمرها ما هتسامح نفسها، وانه بس يركز على حياته ويسعى علشان يكون اقوى. فبيقول لها لينج ان هو لو مش هيقدر يعالجها يبقى مفيش اي فايده من
من انه يبقى قوي، واللي بيطلب منها كده تثق فيه وان هو اكيد هيساعدها. بعد كده بتروح العمة بعدها تنام، واللي بتنام لاول مرة من سنين وهي مرتاحة، وده بسبب ان الألم راح. بعد كده بقى بنعرف من المعلم لينج ان هيبقى في معركة لاستقطاب المواهب، واللي هتكون ما بين مختلف الفصائل بكرة، يعني المعلم محتاج يبقى جاهز. بعد كده بقى وفي اليوم اللي بعده بيصحى المعلم لينج على صوت دوشة واللي مش عارف مصدرها، واللي بيلاقي الباب بيتفتح كده وبيطلع الراجل اللي ضربه لينج علشان كان بيضايق عمته، واللي جاي وبيقول للينج انزل على ركبتك يالا، توسل لي بالسماح بسرعة. المعلم بيبقى جاي كده ومعاه رجالة كتير يساعدوه يضربوا لينج، واللي بيقول لينج انه محتاج يخلص الموضوع ده بسرعة، واللي بيمسك الرجالة كلهم كده بيضربهم ومعاهم الراجل اللي جايبهم، واللي هو هنا يا عيني بيتوسل للينج يسيبه وبيوعده انه مش هيعمل كده تاني. وهنا برضك بيبدأ بقية الرجالة كده يتوسلوا معاه. هنا بقى بيجي شخص تاني كده اسمه الجنرال جونيه، واللي بيهزئ الراجل على اللي بيعمله ده، وبيسأله عن السبب اللي مخليه ماسك سكينة. فبيتصدم الراجل عن السبب اللي خلاه يظهر فجأة كده، وبيقول للجنرال انه بس كان بيبص بصة مش اكتر، والسكينة دي لقاها في طريقه وقال يبيعها خردة. فالمعلم جونيه بيأمر رجالته يقبضوا على الراجل ده ويسجنوه 10 سنوات. فبياخد العساكر الراجل ده وبيقول جونيه لينج محتاج اتكلم معاك شويه، واللي بيبقى معاه مدير المدرسه. بعد كده جونيه بيعرفه بنفسه، واللي بيقول له انه تبع جيش مملكه شيع، واول حاجه بيهنيه على المركز الاول اللي خده، وانه عمل تصنيف غير مسبوق في التاريخ. فمش بتصدق العامه لما بتسمع الكلام ده، وبتقول ان فعلا في تصنيف باسم التصنيف الملكي، ولكن هي ما كانتش تعرف عنه. وبتقول العامه ان هي لما شافت الاكاسير بتاعه الاعشاب العلاجيه دي شكت ان لينج ممكن يبقى الاول بجد، ولكن في حوار انه في تصنيف اسمه الملك ده هو بقى اللي صعب عقلها يصدقه. واللي هنا بتسأل نفسها هو لينج عمل ايه بالظبط في عالم الملك علشان يطلع كده. هنا بقى بيقول المدير للينج ان خلاص اسمه اتسجل في سجل الشرف، وان انجازه ده رفع جدا من قيمة مدرستهم، والطلاب المستقبليين هياخدوه كقدوة. فبيسمع لينج فجأة كده دوشة بره البيت، واللي بيطلع اولياء امور الطلبة واللي واقفين على باب البيت بيتخانقوا. فبيتصدم لينج واللي بيقول له المدير دول اعضاء في قوات تحالفية مختلفة، واللي جم علشان يكسبوا بس ود لينج، وهيقدر يستفاد منهم برضك، يعني من الاحسن يفضل كويس معاهم. هنا بقى بتعزم العامه كده على اولياء الامور يدخلوا، واللي بيتصدموا لما بيلاقوا انه جونيه وصل من بدري. وبيفكر واحد كده من اولياء الامور ان لينج قوي جدا بالنسبه لانه لسه مبتدئ، ومحاوله كسب وده دي هتبقى معركه شرسه، وان هو محتاج يغتنم الفرصه كويس. وبيقول للينج كده قبل ما اي حد تاني يتكلم ان هو عايزه معاه في تحالف التنين، وهيوفر له موارد بقيمة 3 مليون. هنا بقى بيتدخل ولي أمر تاني، واللي بيقول له إن التحالف البربري بتاعه ده هيمنحه 10 عناصر إضافية من معدات الأبطال من المستوى الماسي، واللي بيفضل كل واحد كده بيتدخل ويرمي العرض اللي عنده. الكل بيعلي على التاني، فبيتدخل جونيه وبيقول لهم إنه بيؤمن بالأسبقية برضه، وإن هو جه قبلهم كلهم، وبيعرض العرض بتاعه كده على لينج، واللي بيبقى عبارة عن ملايين الموارد الأساسية واللي مدعومة بوحدات من المستوى السابع، وكمان 3 رموز فالهالا وحاجات تانية كتير. فبيسمع لينج عن ال3 رموز دول، واللي بيلفتوا نظره جدا. وبيقول بقية اولياء الامور ان هم مش هيقدروا يوفروا كل ده زي الجيش طبعا. هنا بقى بيسأل المدير لينج هينضم لانهي فيهم، فبيصدمهم لينج وان هو هيفضل يشتغل وحيد ومش مهتم يدخل مع اي حد منهم. فبيقول له جونيه لو مش راضي على الشروط بتاعتهم دي فممكن يقدم شروط خاصة، ولو مناسبة معاهم هيوافقوا فورا، ويقدم بطلب بموارد اكتر، وان هم محتاجينه بس علشان يحموا المملكه، محتاجين قدراته العظيمه دي. فبيقول له لينج الموضوع مش موضوع موارد صدقني، وان هو بس مش عايز ينضم لاي فايلك. وبيبقى المعلم لينج شايف كده ان قوته كفايه لوحده ومش محتاج لاي حد معاه، وان وجوده مع مجموعات هيكتف تطوره. فبيقول له جونيه ان الجيش بعته ليه مش علشان بس ينضم، ده كمان علشان هدفه يحميه، لانه شايف ان قوته هتبقى اضافه كويسه جدا للمملكه، وده طول ما هو عايش، وخصوصا ان اعماق عالم الملك وحوافه الخارجيه مختلفه تماما، وان هو معرفته قليله مش زي ما هو فاكر، واللي مليانه حروب ما بين القوى المختلفه، وان مملكه شيا هي اللي كانت دايما متحضره، كانت مليانه موارد طول الوقت، وعلى طول كانت هدف الدول التانيه، واللي علشان كده الجيش محتاجه معاهم. فبيديله المعلم جونيه كده الفيزا، واللي بيقول له انه يقدر يستعملها في اي وقت، والجيش مستعد يزوده باي موارد يطلبها. والفيزا دي يا عمنا هديه صغيره، يعني يقدر يشتري بيها الموارد اللي هو محتاجها والرموز المميزه اللي
اللي لو حصل اي خطر يقدر يتصل بيهم فورا عن طريقها، وده علشان ييجوا يحموه. فالمعلم لينج بيشكره على كل ده وبيقول له انه هيفتكر لطف الجيش معاه، وبيقول له المدير خلي بالك البوابة الإلكترونية هتتفتح تاني بالظبط بعد 3 أيام، يعني يقدر يدخل منها لعالم الملك من تاني. وبيبقى المعلم لينج مش متضايق انه هيرجع تاني لعالم الملك بعد 3 أيام، لا ده كمان هو متحمس، وده علشان يشوف نوعية المكافآت اللي هياخدها بما انه طالع الأول. بعد كده بيعدي ال3 أيام دول وبيروح المعلم لينج لعند البوابة، والناس كلها بتتعرف عليه هناك، واللي بيفضلوا كده يتكلموا وهم مبهورين، وان حتى البنات بتحاول تقرب منه. هنا بقى بتروح له عمته كده علشان تودعه، وبتقول له خلي بالك من نفسك، وان هو ما يخاطرش جوه، ما يعملش اي حاجه مجنونه. فالمعلم لينج بيقول لها ما تقلقيش، واللي بيفتكر كده ان الاكسير اللي اداهولها مفعوله هيروح قريب لان هو مؤقت، ولازم يلاقي قلب الملك في اقرب وقت ويعالج عمته تماما. بعد كده بقى بيدخل المعلم لينج للعالم ده، وبيتصدم لما بيشوف شكل جزيرته اللي اتغيرت، بقت احسن بكتير من الاول. مش بيصدق في البدايه كده ان هي ارضه. المعلم بيفكر انه دخل لمكان غلط، بس بتقابله باربرا واللي بتقول له ان هم طلبوا دعم وطوروا الاراضي، واكيد شخص زيه ما يلقش بيه يعيش في مكان متهالك. هنا بقى بيطلب لينج من النظام يعرض له المكافآت اللي عنده، واللي بتبقى المكافأة دي عبارة كده عن 10 ملايين من الموارد الأساسية، وكمان رمز ملك أبطال فالهالا، ده كمان بجانب معدات البطل الأسطوري ومعدات وحدة من الدرجة الأسطورية، وكمان صندوق كنز من المستوى السابع، ومليون نسخة من المواد العالمية. فمش بيصدق لينج الكلام ده، وبيفكر في كل اللي ممكن يعمله لو حول الموارد دي كلها لعملات، وكمية الجنود اللي ممكن يستدعاها. بيحس كده ان التفكير بس في الموضوع ده كده بيحمسه، بس بيحاول يهدى شوية ويفكر بمنطقية، خصوصا ان الاراضي بتاعته دي مش هتستوعب كم الجنود ده كله اساسا، لا ده كمان محتاج يبقى فيه تنسيق وذكاء في الترتيب ما بين الوحدات. وبيفتح المعلم لينج بقية المكافآت واللي بيفرق منها كده على الجنود اللي عنده، واللي بيبقى عايز يشوف رمز فالهالا، واللي بيفكر كده انه يمكن بيه يقدر يستدعي ملك الابطال، مش بس بطل واحد عادي، وخصوصا انه ما شافش حاجة زيه قبل كده. بيطلب لينج انه يستعمل الرمز، واللي بيبدأ النظام يسأله كده عن التفاصيل اللي عايزها، وبيختار لينج ساحر من فئة الدم وعرق الموتى الأحياء. فبيقول له النظام انه هيستدعي ملك الابطال بعدها، وبيظهر الساحر ده واللي بتطلع انها بنت واسمها فيفان. فالمعلم لينج بيشوف لك كده احصائياتها، واللي مش بيصدق القدرات العالية اللي عندها، حاجة كده ملهاش حدود، وان هي تقدر تفضل تتطور كده بشكل لا نهائي. فبيسألها لينج لو مهنتها هي مصاصة دماء، فبتقول له ان هي مصاصة دماء نبيلة، يعني ما يخلطش بينها وما بين مصاصين الدماء العاديين، وان الفرق اللي بينهم وبين مصاصين الدماء ان هم بيشربوا من دم اللي بيحبوهم بس، وده على عكس العاديين بيشربوا من دم اي كائن حي. واللي بيديها لينج كده المظله المتعطشه للدماء، واللي كانت جزء من مكافآته، وكمان من مستوى الاساطير. طبعا باربرا بتحس كده بالغيره، واللي بتقول لفيفان ان هي مرات لينج، يعني تبعد عنه احسن لها. فالمعلم لينج بيقول لها وده حصل امتى ده؟ فبتقول له باربرا ان هي قررت ان هي تكون مراته. فبيجي المعلم اودين وبيحاول يهدي الجو، واللي هنا بيقول لهم مفيش اي داعي للخلافات دي يا جماعه، وبتهزقوا البنتين وبيقولوا له ما تتدخلش انت يالا. وبتقول البنتين للينج ان هم ممكن يعملوا مسابقه ويشوفوا يختار مين. فالمعلم لينج بيقول لهم بقول لكم ايه، حلوا عني، يلا طلعوني من مشاكلكم دي. واللي بيتجاهلهم لينج وبيفتح صندوق الكنز الاخير، واللي بيطلع منه كده فلامينجو من المستوى السابع. فبيستعمل لينج قوته دي علشان يحوله لحي ميت، وبيحس لينج انه هيستفاد منه بشكل كبير، مع ان سماته اقل من الفرسان، بس علشان هو بيطير وهتبقى اضافه كويسه جدا ليه. بعد كده بقى المعلم لينج بيعمل مسبح علشان يقدر يستدعي منه الفلامينجو، ولكن بيلاقي ان تمن استدعاء واحد بس منه غالي جدا، وفي نفس الوقت تمن 3000 هيكل عظمي. ومع ذلك بردك بيستدعيهم، وبيبلغ فيفان ان هي اللي هتكون المسؤوله عنهم. المعلم بيستدعي قوات تانية كده، وبيقول لهم يلا ينطلقوا لاعماق عالم الملك. واللي قبل ما بيعملوا حاجه اصلا بيجي هجوم على لينج، حاجه كده جايه فجاه من ارض تابعه لكوريا الجنوبيه.
واللي بيكسر جزء كده من جزيرة لينج. المعلم ما بيلحقش يعمل اي حاجة لان الهجوم ده بيجي بشكل مفاجئ، وبينزل الملك بتاع الهجوم ده واللي بيأمر لينج يستسلم. بس بعد شوية قتال بيستوعب الملك انه مش قد لينج، وبيترجاه يديله اللي هو عايزه بس يسيبه يرجع. فبيقول له لينج خلاص يا حبيبي فات الاوان، واللي بيأمر قواته تخلص عليه، واللي في ثواني بس بيبقوا خلصوا عليه. وبيقول المعلم لينج لفيفان يلا روحي مع مصاصين الدماء التانيين، لازم نستكشف المنطقة المحيطة. واللي بتسأل باربرا ليه ما قبلش طاعة مالك الأراضي، فالمعلم بيقول لها إنه لاحظ طبيعته الجبانة وكمان ده متنمر، وإنه ممكن يطعنه في ظهره في أي وقت. واللي بترجع فيفان بعد شوية كده واللي بتقول للينج إن هي استكشفت 10,000 ميل في محيطهم، واكتشفت إن في مناطق كتيرة وفي منهم كتير المراكز بتاعتها اتدمرت، وغالبا كده كلهم تبع أراضي مملكة شيع. ومن الواضح كده إن من الموارد الضعيفة إن هم كانوا لسه لوردات مبتدئين. وبيقول المعلم لينج إن من الواضح كده إن أمراء البلاد التانيين دول استهدفوهم قاصدين، وده علشان لسه مبتدئين. لا ده كمان واضح ان جنسيات مختلفة اتحدت مع بعض علشان يستهدفوا اللوردات المبتدئين. هنا بقى بيسأل المعلم لينج باربرا عن اخبار الجيوش اللي عنده، واللي بتعرفه كده باعداد كل وحده منهم، نقصت قد ايه، زادت قد ايه، وبقت ايه دلوقتي. هنا بقى بيسأل لينج فيفان عن قوه منطقتنا مقارنه بالمناطق المحيطه، المناطق اللي شافتها. فبتقول له فيفان ان هم لا يقهروا، بس بيقرر لينج ينتقم على اللي حصل ده، واللي بالفعل كده بيروح لاراضي الدول اللي كانت متآمر عليه هو وزمايله. المعلم بيبدأ يدمر فيهم، واللي بيسأل فيفان عن مساحه الاراضي الاجنبيه المتبقيه في المنطقة، واللي بتقول له فيفان ان هم بقالهم شهر بيدمروا المناطق الاجنبية وخلصوا معظمها. بعد كده بقى بيجي لهم خبر من الفلامينجو وان واحد من امراء مملكة شيا اتعرض للهجوم من امير ياباني، وبرضك لسه لورد جديد والوضع سيء جدا. هنا بقى بيقرر لينج لازم يروح له بسرعة، لازم ينقذه. وبنشوف امير شيا ده وهو مش قادر كده يقاوم الهجمات اللي عليه، خصوصا ان هي جاية من شخص بقاله سنين لورد، يعني خبرته اكبر منه. واللي بيفضل الامير الياباني ده يذل فيه، وبيقول له انه ممكن يبقى الكلب بتاعه لو عايز. فامير شيا طبعا بيرفض الاذلال ده، وبيقول له حتى لو مت عمري ما هموت مذلول. ولكن بيقاطع كلامهم ده قوات لينج واللي بتتدخل فجأة. فهنا بقى بيترعب كده امير اليابان، واللي بيفضل يقول للينج انه مستعد يعمل اي حاجة ويسيبه، وان مستحيل شخص طبيعي يبقى بالقوة دي. ولكن بيتجاهل لينج توسلاته دي، واللي بيقول للفرسان بتوعه يلا هجموا دوسوا عليه. واللي بالفعل بيخلص الفرسان بتوع لينج كده على الامير الياباني ده، واللي بيروح لينج كده يقعد مع زميله امير مملكة شيع، واللي بيعتذر له على ان البيت متبهدل شوية وده علشان هم اللي دمروه. فبيقول له لينج يا عم مش فارق معايا الكلام ده، وان هو بس مهتم يعرف اللي حصل. فبيقول له الامير ان هو بس كان مهتم يرد له الجميل بعد المساعدات اللي ساعدها ليهم، واللي كانت وقت التقييمات. وقتها تشيان اقترحت علينا طريقه نرد بيها الجميل للينج، وده عن طريق مبادره عملتها واللي جمعت فيها الكل، وعرفتهم ان هي لقت خريطه خاصه يقدروا يستعملوها علشان يتعمقوا اكتر في عالم الملك. بس بيبقى المعلم لينج مش فاهم برضك ايه الهدف من كل ده، هما بيدوروا على ايه بالظبط. فبيقول له الامير ان تشيان عرفت مكان قلب الملك، فمش بيصدق لينج لما بيسمع الكلام ده، وبيقول له لا مستحيل. وبيسأل الامير لو متأكد من الكلام ده، ولو ده نفس قلب الملك اللي يقدر يرجع بيه لورد منفي من عالم الملك. واللي بيأكد عليه الامير ان هو نفسه ايوه، وان تشيان عارفه ان هو عايز يساعد عمته، وانه مهتم بكده اكتر من اي حاجه تانية، واللي علشان كده عملت كل ده. وخصوصا ان هي طلعت في المركز الرابع بفضله، واللي قدرت ان هي تنضم لفيلق عطاها الخريطه دي، وعلى الخريطه دي بيتسجل قلب الملك وان هو موجود على جزيره نائيه، جزيره في الاعماق. فبيعيط لينج يا عيني كده وهو متأثر، وان تشيان دايما بتفتكره قبل نفسها، وانه حتى لما صح اضعف وحده ما بين الكل فضلت جنبه. المعلم بيحس كده ان هو اللي محتاج يرد لها الجميل، وبيسأل الامير عن مكانة تشيان دلوقتي. فبيقول له الامير ان الموضوع الاول كان ماشي كويس، وراحت مجموعه من اللوردات الجداد علشان يقابلوا تشيان، ولكن طلع ان في جاسوس ما بينهم من دوله تانية وكشف احداثيات البر الرئيسي. ودلوقتي تشيان ولوردات تانيين موجودين تحت حصار مشترك
لك من امراء دول تانية، والوضع صعب جدا. ومع ان هم قبل ما يمشوا على طول بعتوا رسائل مساعدة من الجيش، ولكن القائد العسكري بعيد جدا وهيبقى من الصعب انه يوصل في الوقت المحدد. فبيتعصب المعلم لينج لما بيسمع الكلام ده، واللي بيعرف كده ان هم هيأذوا تشيان، وبيعرفهم الامير ان هم وصلهم رسالة تشيان وحاول يقدم اي مساعدة ليها، ولكن ملحقش بسبب امير اليابان اللي قاطعنا ده. فبيقول له لينج دور على مكان ترتاح فيه وسيب لي انا الموضوع ده. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف امراء الدول التانية دول محاصرين لوردات مملكة شيا، واللي واحد منهم بيقول ان لوردات شيا دول موهوبين جدا علشان يقدروا كده يلاقوا قلب الملك، دي حاجة ما تقدرش بتمن، وان هو محظوظ جدا علشان لقاهم. فبتتعصب تشيان بسبب الاهانة اللي حاسة بيها من كلامهم، واللي بيهددوها كلهم ان هم هيخلصوا عليها قريب، واللي بتبقى تشيان معاها لوردات تانيين كده متحاصرين معاها، واللي بيحاولوا كده يتشجعوا، واللي بيقولوا ان هم مش فارق معاهم حتى لو امراء الدول التانية دول اقوى منهم او حتى اكبر خبرة واكيد يقدروا عليهم. فبيحاولوا يقتلوهم كده، ولكن بيتهزموا في ثواني. وبتزعل تشيان وبتفضل تعيط، واللي بتقول ان هي متأسفة، وان هي لو كانت عملت كل ده لوحدها ما كانش زمايلها اتضروا معاها بالشكل ده. فالمعلم تيان بيقول لها ان رد الجميل للينج كان خيارهم الشخصي، يعني هي محتاجة تبطل تلوم نفسها، هي مش السبب في حاجة زي كده. هنا بقى بيحاول المعلم تيان يهاجم هو كمان، ولكن بيتصاب لان قوات الامراء دي بتبقى اقوى منه. واللي بتقول تشيان ان طالما حتى تيان مش قادر يحميهم فهم كده خلاص انتهى امرهم، وان هي على الاقل كان نفسها تشوف لينج مرة اخيرة بس. ولكن فجأة بيحصل هجوم كده على الجزيرة دي، واللي بيلفت انتباه الكل، واللي بيطلع ان هو لينج والقوات بتاعته. فبتفرح تشيان جدا لان هي بتشوفه من تاني، ولكن بتقول له انت غبي، وان هو ما كانش المفروض يجي لهنا، وان هم مش هيقدروا على الاعداء دول. بعد كده بقى بيوصل بقية قوات لينج، واللي بيتريق عليهم واحد من امراء الدول، واللي بيقول انه افتكر ان لينج ده شخص مهم، ولكن من الواضح كده ان هو لورد مبتدئ، يعني مش اكتر من كده. واللي هنا بقى بيستدعي لينج الجيوش، واللي بيقول لهم انه عايز يشوف لو هيقولوا نفس الكلام لما يشوفوهم. هنا بقى بيظهر اعداد كبيرة جدا من كل الوحدات، بيظهروا كده مرة واحدة، وبيفرح كل زمايل لينج وانه اخيرا حد هينقذهم. وان حتى تيان بيقول انه فهم دلوقتي ازاي لينج قدر يفضل صامد قدام 100 موجة من الوحوش. واللي هنا بيترعبوا امراء الدول التانية من المنظر ده، واللي مش بيصدقوا ان كل دول قوات للورد مبتدئ، وبيقولوا لا اكيد في حاجة مزيفة، الموضوع ده فيه ان. واللي بيأمر لينج كل القوات اللي معاه تخلص عليهم، واللي بالفعل كده بيبدأوا يقتلوا فيهم، بيخلصوا على امراء الدول والوحدات اللي معاهم، وده من غير حتى ما يقربوا منهم. واللي بكل سهولة كده مش بيبقى قدام الامراء اي حاجة غير ان هم يطلعوا يجروا، ولكن قوات لينج بتقدر تجيبهم وتقتلهم. واللي في ثواني بس بيخلص قوات لينج عليهم كلهم، وبتتفتح السماء من تاني. هنا بقى بيفرح الكل، واللي بيفضلوا يحتفلوا علشان لينج انتصر، المعلم انقذهم كلهم. فبتروح تشيان تشكره، واللي بتديله كده صندوق، وبتقول له الصندوق ده فيه مفاجأة علشانك، واللي بتطلب منه يفتحه بسرعة. فمش بيصدق لينج لما بيشوف الصندوق ده في ايديه، وان هو خلاص هيقدر يخلي عمته تتعافى. واللي بيفتحه وبيلاقي قلب الملك. المعلم على طول بيحضن تشيان وبيشكرها على كل اللي عملته علشانه، وبيقول لها اطلبي اي حاجة بس وانا هنفذها لك، حتى لو الموضوع هيكلفني حياتي. فبتسأله تشيان لو هيعمل اي حاجة بجد، واللي بيلمح له فيفان وباربرا كده ان هي معجبة بيه، واللي بيقولوا له مستني ايه لازم تتجوزها. فبتتوتر تشيان وبتقول ان هي ما تقصدش كده. وبنشوف ان المعلم لينج اخيرا رجع عمته تبقى لورد في عالم الملك، واللي بتفرح العمة جدا وان هي اخيرا رجعت لعالم الملك بعد كل السنين دي. واللي بتقول للينج ان هي هتعيش كلورد تابع ليه من النهارده، مع ان هي كانت لورد نبيلة، يعني نفوذها كانت كبيرة زمان، وان هي حتى معاها وحدات من المستوى الثامن، واللي بعد ما تبقى تابعة ليه فهتقدر توفر له كل الوحدات اللي محتاجها. فبيوافق طبعا لينج على عرضها ده، واللي بيقول لها ان من النهارده ورايح مش هنتفرق ابدا، وهيستكشفوا عالم اللوردات مع بعض. يا سلام على النهاية يا صديقي، من احسن النهايات اللي ممكن تقابلها. بحمد الله وبفضل من الله بقالنا فترة بنكمل الحكايات للاخر، وده علشان خاطرك انت بس يا صديقي. فاتمنى كده تدعمني يا صديقي، وترزع اللايك للفيديو وتشترك في القناة، وتستنى الحكاية الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. والاهم طبعا عايزين نغرق التعليقات بذكر الله والصلاة على النبي.